اهلا بيكم في جزء جديد من الديجيتال ماركتنج. وموضوعنا النهارده والجزء اللي هنتكلم فيه حاليا هو الديجيتال ماركتنج الاستراتيجي. والاستراتيجي عموما من اخطر الحاجات اللي ناس كتير بتتجاهلها وبتهتم اكتر ان هي تقوي نفسها في الحته التكنيكال، سواء هو ميديا باير او سوشيال ميديا سبيشالست او كونتنت كريتور او كوبي رايتر او اس اي او سبيشالست او جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور او اي عنصر من عناصر اي ماركتنج ايجنسي او اي فريلانسر في مجال الديجيتال ماركتنج بشكل عام. بيغفل نقطه مهمه جدا وهي الاستراتيجي، ان هو يبقى عنده خطه ورؤيه واضحه جدا للحاجه اللي هو بيشتغل فيها دي، ما يبقاش بس مهتم بالجزء التكنيكال. لان لو انت عندك باك جراوند كويسه في الماركتنج وباك جراوند كويسه اكتر في الديجيتال ماركتنج، وقدرت تصيغ الكلام ده كله في شكل استراتيجي قبل ما تبدا شغل اصلا، فده 180 درجه هيفرق معاك جدا. والاستراتيجي من الحاجات اللي بتفرق شخص عن التاني بالذات في مجال الديجيتال ماركتنج، لان شخص بيعرف يخطط فهو شخص عارف هو هيعمل ايه وعارف هو عايز ايه. ودي نقطة مهمة جدا، لانك لو ما عندكش خطة واضحة فبالتالي انت اصلا مش عارف انت عاوز ايه، فبالتالي انت اصلا مش عارف هتحقق ايه، فبالتالي اي عواقب هتقابلك في النص مش هتعرف تحلها ومش هتعرف تتغلب عليها. ده بسبب ايه؟ بسبب اصلا انك ما عندكش خطة من البداية، فاللي حصل ده انت ما توقعتوش او ما عندكش حلول ليه او كل الكلام ده كله. فالاستراتيجي بتساعدني ابقى عارف انا مكاني فين دلوقتي، انا هروح فين، انا ايه المين اوبجكت بتاعي. كل الاسئله دي انت بتبدا تجاوب عليها في شكل الملف اللي هو بيكون الاستراتيجي، وبيشتغل بيه كل افراد المنظومه بتاعه الديجيتال ماركتنج بقى، سواء احنا تيم ديجيتال ماركتنج ان هاوس مثلا في شركه ما، او احنا اوريدي ماركتنج ايجنسي. فالاستراتيجي دي هي حلقه الوصل ما بيننا كلنا، حلقه الوصل ما بين الكونتنت كريتور، الميديا باير، ما بين الجرافيك ديزاينر، ما بين السوشيال ميديا سبيشالست، ما بيننا كلنا. كمان لو انت فريلانسر فدي برضه نقطة مهمة جدا، ان هي بتساعدك تخطط. لانك لما بتكون فريلانسر ممكن تبقى شايل بوزيشن واتنين، وممكن تبقى بتهاير ناس تحتيك تخلص لك الشغل، وممكن تبقى شغال دروب سيرفيس اصلا، انت مش بتحط ايدك في الشغلانة، انت مجرد انك بتنيجوشيت مع العميل وبتقدر انك تهاير ناس تشتغل تحتيك. فكل الحاجات دي انا لازم اكون حاطط لها خطة واضحة ومحكمة علشان اقدر ان انا اهندل الدنيا وامشي البيزنس بتاعي في الاتجاه اللي انا دارسه عشان اوصل للهدف بتاع العميل. او لو انا بيزنس اونر فانا عندي هدف واضح ومحدد، فالهدف ده 100% مش هقدر اوصل له لو انا شخص مش حاطط استراتيجي محدده واستراتيجي واضحه تبدا ان هي تخليني اعرف اروح في اتجاه الهدف اللي انا عايزه. فده باختصار هو الديجيتال ماركتنج استراتيجي. هي مجموعه عناصر، مجموعه اسئله، مجموعه نقاط، هي مجموعه حاجات كده انا بتعرف عليها في بدايه استلامي لاي اكونت انا هشتغل عليه، سواء هشتغل عليه كسوشيال ميديا سبيشالست فهيكون ده المين اوبجكت بتاعي ان انا اعمل له استراتيجي كويسه. لو انا ميديا باير فبرضه ده هدف من اهدافي علشان ابدا اخطط ليه كويس. لو انا كونتنت كريتور، كل الحاجات دي فلازم افهم استراتيجي. ومش بس الجزء التكنيكال، يعني لا، انا مهم جدا ابقى قوي جدا في الحته التكنيكال بتاعتي، كونتنت بقى، ميديا باينج، جرافيك، ايا كان. ومهم برضو ابقى فاهم انا بخطط ازاي، بخطط لنفسي، بخطط للبراند بتاعي، بخطط للتيم بتاعي كمان، عشان نبدا ان احنا كلنا نشتغل تحت مظله واحده، يعني كده من الاخر يعني كده. فاحنا عندنا مجموعه نقاط، النقاط دي او العناصر دي وجودها هو اللي بيخليني اطلع باستراتيجي بتساعدني ان انا يعني اروح الحته اللي انا عايزها في البيزنس بتاعي. فخلينا نبتدي واحده واحده. الاستراتيجي بتاعتنا هتكون بشكل عملي بحت طبعا، وهتستلم معاها كمان عناصر وادوات مهمه جدا وهتفيدك، وامثله كمان اكسكلوزيف للحاضرين في الكورس ده لاستراتيجيز فعلا اتنفذت اوريدي. ف... فانت هتخلص الجزء ده وانت ملم بكل حاجه تخص السوشيال ميديا استراتيجي او الديجيتال ماركتنج استراتيجي. طيب، خلينا نبدا كده بسم الله. يعني اول حاجه بتقابلك في ال يعني خلينا نقول الديجيتال ماركتنج استراتيجي هي الماركت ريسيرش. الماركت ريسيرش هو ان انا يعني ببدا
احلل السوق بتاعي. طيب انا ليه مهتم ان انا احلل السوق بتاعي؟ والله انا مهتم احلل السوق بتاعي علشان افهم انا مكاني فين وانا هعمل ايه، ومين الناس اللي شبهي ومين الناس اللي مش شبهي، والشغلانه دي دايره ازاي. وخد بالك انت لو شغال ان هاوس، فانت مع الوقت الحته دي مش هتكون يعني صعبه بالنسبه لك، لان انا لو شغال ان هاوس فانا كده كده اوريدي في قلب الصناعه اللي انا بشتغل عليها. يعني مثلا انا النهارده راجل بشتغل سوشيال ميديا سبيشالست او ديجيتال ماركتير او ميديا باير في مثلا يعني براند معروف اسمه بلبن مثلا، يعني بما ان هو الاشهر في الفتره دي يعني. او انا بشتغل في اي براند من البراندات اللي كنا موجودين فيها زمان قبل المقاطعه، وهو ماكدونالدز مثلا. زي مثلا انا بشتغل في اي براند ايا كان، فانا وجودي في ماكدونالدز كفرد من افراد الماركتنج تيم في الشركه بتاعت ماكدونالدز كان هاوس ماركتنج تيم يعني. فانا كده كده ملم دايما باستمرار بالماركت بتاعي عامل ازاي، اللي هو ايه، ماركت بتاع الاكل والمطاعم بشكل عام. وملم لان انا اوريدي في قلب المطبخ ده، حرفيا انا جوه المطبخ فعلا وملم. لكن لما اكون انا بشتغل فريلانسر فانا عندي اكتر من نيتش بشتغل عليهم. او انا بشتغل في ماركتنج ايجنسي، فالنهارده جالنا عميل اي كوميرس ستور مثلا، بكره جالنا عميل مطعم، بعده جالنا عميل ابلكيشن نتائج ماتشات مثلا، مش عارف في الشهر اللي بعده دخل لنا عميل تاني مختص مثلا في السياحه ايا كان. فالحاجات دي كلها بتخليك ما عندكش علم بكل ده، وده على فكره حاجه طبيعيه ومنطقيه جدا. فدوري بقى ان انا اقدر اعمل ماركت ريسيرش كويس، لان انا لما اعمل ماركت ريسيرش كويس هبدا افهم النيتش اللي انا شغال عليه في البيزنس ده ظروفه عامله ايه. فبالتالي انا ببدا ان انا اعمل ماركت ريسيرش علشان اول حاجه افهم بشكل مبدئي كده البيزنس بتاع البراند بتاعي هو ايه. يعني انا عندي براند مثلا النهارده، خلينا نقول زي ما قلنا سياحه. انا ما اشتغلتش في بيزنس السياحه قبل كده، او حتى لو انا اشتغلت، بس خلينا نبدا من الصفر كده. عندي مثلا ابلكيشن له علاقه بالسياحه، وهو جاي لي از فريلانسر او جاي لي الماركتنج ايجنسي ان انا ابدا اعمل له ماركتنج للابلكيشن بتاعه. فبالتالي انا ببدا ان انا اعمل ماركت ريسيرش مبدئي علشان افهم اصلا البيزنس ده ماشي ازاي، بيزنس السياحه ده ماشي ازاي. فالماركت ريسيرش ده لما انا بعمله ببدا ان انا احدد منه حاجه مهمه جدا. ببدا بشكل مبدئي كده ابص على المنافسين بتوعي، احدد الكومبيتيتورز بتوعي، اشوف السوق، لان انا بعمل ماركت ريسيرش. فانا شفت بالتالي الناس اللي زيي، شفت الابلكيشنز اللي بتقدم حاجات ليها علاقه بالسياحه، فشفتهم وشفت بيعملوا ايه وشفت الكونتنت اللي بيقدموه وشفت الادز بتاعتهم وشفت البلاتفورمز اللي هم بيشتغلوا عليها وشفت العملاء بتتفاعل معاهم ازاي وشفت كل الكلام ده. فبالتالي ببدا ان انا يكون عندي زي المام كده زي ما قلنا بالبيزنس ده الماركت بتاعه شكله عامل ازاي. وببدا ان انا احدد بقى مجموعه حاجات زي مثلا الجغرافيا بتاعت السوق مثلا. هل مثلا الراجل اللي جالي ابلكيشن السياحه ده، هل هو مثلا بيشتغل في مصر بس، ولا بيشتغل في مصر والسعوديه، ولا بيشتغل في السعوديه بس، ولا بيشتغل في الرياض بس مش بس السعوديه، ولا بيشتغل في المنطقه الشرقيه بس دمام وجبيل ومثلا والخبر وسيهات وكل الكلام ده كله، ولا هو بيشتغل في قطر في الدوحه. فلازم ابقى فاهم الجغرافيا بتاعت السوق الاول، لان أنا لما افهم الجغرافيا بتاع السوق هبقى عارف انا هدور فين خلاص، ومين المنافسين اللي هبص عليهم. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا. والاهم كمان ان انا لازم افهم مين هو السوق المستهدف. والسوق المستهدف يختلف عن جغرافيا السوق 100%. السوق المستهدف يختلف عن جغرافيا السوق. ازاي؟ لان انا ممكن جدا ابقى البيزنس بتاعي في مكان ويستهدف سوق في مكان تاني خالص. في شركات كتيره جدا موجوده في مصر بتشتغل على عملاء من السعوديه ومن الامارات ومن الخليج بشكل عام ومن امريكا ومن استراليا، ودول ناس انا اشتغلت معاهم اوريدي. الناس دي مكانها في مصر، بس الاودينس بتاعهم والتارجت بتاعهم في بلاد تانية اصلا. فدي نقطه مهمه. فاذا الجغرافيا بتاعت السوق تختلف كليا عن السوق المستهدف. ممكن يبقوا واحد، ممكن يبقوا واحد عادي جدا، بس ممكن برضه ما يبقوش واحد. ممكن ابقى انا شركه مقرها في بلد وبقدم خدماتي في بلد تانية خالص. فدي نقطه مهمه جدا. فانا لازم لما بعمل ماركت ريسيرش بفرق بين الاثنين دول. ليه؟ لان انا بفهم السوق بتاعي الجغرافيا بتاعته ماشيه ازاي، فابدا احدد الجغرافيا بتاعت السوق بتاعتي، البلد بالمحافظه بالمدينه بالمنطقه حتى
البيزنس بتاعي موجود فيها، ولما بفهم السوق المستهدف بيبقى عندي نظره اشمل واوسع لاحنا بنتارجت مين. فدي برضو بتكون نقطه مهمه جدا. طيب ايه تاني ممكن احطه في عين الاعتبار وانا بعمل ماركت ريسيرش؟ ممكن احط في عين الاعتبار نوع السوق بتاعي. اصلا نوع السوق بتاعي يعني ايه؟ يعني السوق بتاعي ده استهلاكي مثلا، لو انا محل اكل مثلا او مطعم او محل حلويات، فده اسمه سوق استهلاكي، دي سلع الناس بتستهلكها باستمرار. ولا هو مثلا سوق خدمي زي ما اتكلمنا عن السياحه، او لو انا ماركتنج ايجنسي فدي كلها خدمات. ولا هم بيقدموا منتجات، لو انا ببيع لك مثلا هدوم، لو انا ببيع لك مثلا موبايلات، فدي كلها بتبقى منتجات. فانا برضو لما بعمل ماركت ريسيرش بيبقى مهم جدا بالنسبه لي ان انا احدد نوع السوق بتاعي اصلا عشان ابقى عارف انا بدور على ايه. طب ايه تاني مهم؟ مهم جدا ان انا اعرف الاقتصاد بتاع السوق بتاعي. الاقتصاد بتاع السوق بتاعي يعني ايه؟ يعني دلوقتي السوق ده انا داخل سوق مثلا، خلينا نقول سوق بتاع خلينا نقول اللوكال براند مثلا. انا عايز اعمل لوكال براند. فلوكال براند ده معناه ايه؟ المفروض يعني ان انا لو هعمل مثلا لوكال براند في الملابس مثلا، فبالتالي انا كده كده اكيد مش بتارجت كلاس ايه. ليه مش بتارجت كلاس ايه؟ لان كلاس ايه كده كده مش بيشتروا لوكال براند. كده كده كلاس ايه هم بيشتروا البراندات العالميه الموجوده. طيب لما انا بعمل لوكال براند فانا بحل مشكله. بحل مشكله ايه؟ انا الاول بقدم لك المنتج اللي انت عايز تشتريه من البراندات العالميه، انا بقدمه لك تصنيع محلي لوكال، وفي نفس الوقت هيكون سعره رخيص. فانا بقدم لك كواليتي كويسه بس في نفس الوقت سعر متوسط مثلا، مش هنقول رخيص، سعر متوسط. فبالتالي انا كده كلاس ايه بالنسبه لي مش في المعادله بتاعتي. ليه؟ لان هو كده كده عارف طريقه فين. وممكن كلاس سي كمان ما يكونش في المعادله بتاعتي، لكن 100% كلاس بي هو المعادله بتاعتي، وممكن معاه كلاس سي وهكذا. فبالتالي لازم افهم الايكونومي بتاع السوق بتاعي عامل ازاي عشان ابقى عارف الناس دي هتبقى مين. طيب يعني مهم برضه ابص على ايه تاني؟ مهم قوي ان انا ابص على العملاء المحتملون او البوتنشال كلاينتس بتوعي. يعني ايه؟ يعني مين ممكن يشتري مني بشكل عام كده؟ خلينا نقول مثلا انا شركه برمجه مثلا، فبالتالي انا مين ممكن يتعاون معايا؟ والله انا ممكن يتعاون معايا الناس اللي بتجيلها افكار مطرقعه كده قبل ما تنام. الناس دي بيبقى عندها افكار ابلكيشنز ممكن تحل نص مشاكل الكوكب. فيبقى انا اللي عندي عميل محتمل هم الافراد العاديه اللي بتجيلهم افكار. ممكن يبقى عندي العميل المحتمل برضه المؤسسات الحكوميه مثلا. ممكن يبقى عندي عميل محتمل الشركات. ممكن يبقى عندي عميل محتمل الناس اللي بتشتغل في التجاره الالكترونيه. كل دول اسمهم عملاء محتملين. ببدا احط لهم مش تحليل شامل ولا حاجه، التحليل الشامل للعملاء هنتكلم فيه قدام شويه، لكن ببدا ان انا احط زي نبذه سريعه كده عن البوتنشال كلاينتس بتوعي عشان ابقى عارف انا من الاول كده انا بدور على مين، انا بدور انا رايح فين. زي ما قلنا مثلا من شويه، انا دلوقتي مثلا لوكال براند مثلا بيبيع هدوم، فانا هروح فين؟ والله انا ممكن يبقى معايا طلبه الجامعه. والله انا ممكن مثلا يبقى معايا الطلبه في ثانوي في الاواخر اللي هم ثانيه وثالثه ثانوي، لان دول ممكن يبقوا اصحاب قرارات شراء ومعاهم فلوس ويقدروا يشتروا. والله انا ممكن مثلا يشتري مني كمان لو انا بعمل لوكال براند مثلا، فممكن يشتري مني الناس اللي بتمارس رياضه مثلا وهكذا. ببدا ان انا احط نبذه سريعه كده بشكل عام عن ايه اصلا البوتنشال كلاينتس بتوعي. طب ايه تاني ممكن ابص عليه في الماركت ريسيرش؟ في الماركت ريسيرش كمان ممكن ابص على النيدز بتاعت العملاء. النيدز بتاعت العملاء يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز اعرف البيزنس بتاعي ده، العملاء اللي انا تارجتهم دول من شويه اللي انا اتكلمت عنهم دول محتاجين ايه اصلا؟ الناس دي محتاجه ايه؟ خلينا نقول مثلا انا مطعم مثلا. انا دلوقتي انا مطعم، فالعميل بتاعي المحتمل ده هيبقى محتاج مني ايه؟ يعني غير انه هيبقى محتاج مني خلاص اكل بكواليتي كويس، فمحتاج مني ايه؟ والله ممكن يبقى محتاج مني سعر تنافسي. هو عايز اكل طعمه حلو وفي نفس الوقت سعره مش غالي. طب عايز مني ايه تاني؟ ممكن العميل بتاعي يبقى محتاج ان هو يشوف حاجات كتير في المنيو، مش عايز منيو محدد. لا، هو مثلا العميل بتاعي مثلا في احتماليه ان هو يبقى اسره مكونه من اب وام وثلاث اولاد مثلا، فكل واحد فيهم ذوق مختلف. فهو يعني العاهل بتاع الاسره دي عايز يروح مطعم المنيو بتاعه متوفر في حاجات كتير علشان يكون ملبي لاحتياجاته هو وزوجته واولاده الثلاثه اللي ممكن ما يكونوش متفقين في نفس الحاجه. فدي نقطه مهمه جدا. يبقى العميل بتاعي ده في الحاله دي ممكن يبقى محتاج مني ان المنيو بتاعي يبقى كبير.
في عميل تاني ما بيهتمش بالسعر التنافسي، بس مهتم ان كواليتي الاكل يكون عالي جدا جدا، فدي نقطه مهمه. في عميل تالت ممكن يبقى مهتم اكتر لا بكواليتي الاكل ولا بالسعر، مهتم اكتر بالتجربه اللي انت هتديها له. التجربه اللي انت هتديها له يعني ايه؟ يعني الناس النهارده بتروح قصر الكبابجي مش عشان تاكل مشاوي او كباب، لا، الناس بتروح قصر الكبابجي عشان التجربه اللي هيعيشوها هناك، عشان هيلاقوا حد بيستقبلهم، عشان هيحسوا بفخامه وهم قاعدين، عشان هيحسوا ان هم قاعدين في قصر فعلا، عشان هيشوفوا مشاهير قاعدين هناك، عشان هيشوفوا بلوجرز من الناس اللي بتتصوروا وناس بتطش ملوخيه وبتطبل جنبهم. فهنا انا بقدم للعميل، مش بقدم له بقى لا سعر تنافسي ولا اكل بجوده عاليه ولا مجموعه متنوعه من المنتجات، انا بقدم له تجربه كويسه مش هيعيشها في اي مكان تاني. فده برضو ممكن يبقى نقطه من النقط اللي بيحتاجها العميل. طيب عميل خامس ممكن يبقى محتاج ايه؟ عميل خامس ممكن يبقى محتاج ان المطعم يكون في مكان يعني مش هقول قريب من بيته عشان دي بتختلف، بس يكون في وسط البلد مثلا. في وسط البلد مش اللي هي وسط البلد بالظبط يعني، مش السادات، لا لا، في وسط البلد اللي هو في مركز المدينه يعني بشكل عام، عشان يبقى قريب منه لو هو خارج من الشغل يروح يتغدى، لو هو عايز يخرج مع اسرته في الويكند مثلا، وهكذا. في عميل مثلا يعني في السعوديه مثلا، في ناس كتير لما كانت بتعرف ان المكان ده مفيش فيه دفع بالكريدت مثلا، فيقول لك لا مش هشتري منه، مش عايز اطلع فلوس من جيبي، انا ما بمشيش بفلوس في جيبي. فدي نقطه مهمه، ممكن يبقى العميل بتاعي محتاج خيارات دفع متنوعه. في عميل سابع يبقى محتاج مطعم فيه باركينج كويس عشان ما يقعدش يلف على ركنه مثلا. فكل الحاجات دي انا بقعد احللها وادرسها كويس قوي بناء على البوتنشال كلاينت اللي انا اخترتهم. انا قلت ان انا عندي شويه عملاء محتملين، فبقدر ان انا اطلع احتياجات العملاء دي، لان احتياجات العملاء دي هي اللي هتساعدنا من الاستراتيجي دي كلها. فشفت الكلام كله اللي انا قلته ده، السعر والتجربه والجوده والمنيو الكبير والموقع الكويس وخيارات الدفع وخدمه العملاء، كل الكلام ده كله لازم احطه بعين الاعتبار. طبعا ده بيختلف من بيزنس للتاني، بس احنا بنتكلم بشكل عام، وانا هحاول طول ما احنا في الاستراتيجي نتكلم عن اكتر من بيزنس، مش هنركز في حاجه بعينها عشان نبقى ملمين والموضوع يبقى شامل شويه. فاحنا دلوقتي كنا بنتكلم اخر حاجه ذكرناها بيزنس المطاعم بس، فدي كلها نيدز بتاعت ناس جوه في قلب البيزنس بتاع المطاعم، فدي نقطه مهمه جدا. طيب وانا بعمل ماركت ريسيرش كمان محتاج ابص على ايه؟ والله انا بعمل ماركت ريسيرش انا برضه محتاج ابص على حاجه مهمه جدا، وهي العوامل اللي بتاثر على العميل. العوامل اللي بتاثر على العميل عشان ايه؟ العوامل اللي بتاثر على العميل علشان يشتري. يعني ايه؟ يعني خلينا النهارده مثلا انا براند ملابس مثلا، خلينا نقول تاني انا براند ملابس، فتفتكر ايه اللي ممكن ياثر على العميل عشان يشتري مني؟ والله العميل ممكن يشتري مني عشان سعري كويس، او عشان اعمل عروض وخصومات، او العميل ممكن يشتري مني عشان أنا بقدم يعني هدوم بكواليتي جبار. العميل ممكن يشتري مني عشان انا براند كبير وليا اسم في السوق، فممكن يشتري مني. العميل ممكن يشتري مني علشان انا بهتم بالعملاء بتوعي القدامى، يعني لما بيجي لي وبيسجل الداتا بتاعته، فانا يوم عيد ميلاده ببعت له مسج بسيطه كده على موبايله: كل سنه طيب يا فندم، احنا بنفكرك، طب انت ليك فاوتشر مثلا 20% عشان عيد ميلاد حضرتك. فهو بيحس بالتقدير، فكده ممكن العميل يتاثر ويجي يشتري مني. العميل ممكن يتاثر ويشتري مني عشان انا بقدم حاجه محدش غيري بيقدمها. والله انا بقدم قميص مثلا بشكل معين كده يستحيل تلاقيه عند براند تاني غيري، فكده العميل بيشتري مني. فدي برضو نقط مهمه جدا، فتبدا تسجل معايا كده الكلام اللي انا بقوله ده وانا بعمل الماركت ريسيرش. مهم قوي 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 ابدا ان انا اشوف ايه العوامل اللي ممكن تاثر على العميل بتاعي عشان تخليه يشتري مني، او العوامل اللي تخليه اصلا ما يشتريش مني، فعشان اتلاشاها واتجنبها وهكذا. طيب عملت كل الكلام ده وحللت البيزنس او البراند، البيزنس بتاع البراند ده كله، ابدا بقى باستخدام الريسيرش البسيط اللي انا عملته ده احط الكومبيتيتورز بتاعي. اقول بقى طيب انا خلاص دلوقتي اي كوميرس ستور مثلا، فخلاص انا عملت الريسيرش ده كله، ابدا بقى احط لي 3 4 5 10 20 30 كومبيتيتور، دول الكومبيتيتور بتوعي في البيزنس ده، وهكذا. طب هل انا هشتغل على كل دول؟ لا مش هشتغل على كل دول طبعا، مستحيل اعرف اشتغل على كل دول. احنا في الاخر هننقي منهم الدايركت كومبيتيتور وهنتكلم عن الموضوع ده، بس انا ده ماركت ريسيرش مبدئي عشان ابدا اقسم الاستراتيجي بتاعتي من خلال الداتا اللي انا بجمعها. طيب حددت المنافسين، في الاخر بقى ابدا ان انا احط زي ما احنا بنشوف كده او زي ما احنا عارفين، ابدا احط التارجت اودينس بتاعي بشكل مبدئي. يعني ايه؟ انا مثلا خلينا نقول مطعم، خلينا نقول مطعم مثلا،
فابدا ان انا اتكلم بقى بشكل مبدئي كده، واحنا كده كده هنقسم العملاء بتاعنا لسيجمنتيشنز ونعمل باير بيرسونا، كل الكلام ده معانا ما تقلقوش. بس انا ببدا اعمل تارجت اودينس بشكل مبدئي جوه الماركت ريسيرش، لان الماركت ريسيرش هي كلها حاجات مبدئيه قشور كده، ببدا اتعمق فيها بقى في الاستراتيجي. طيب الجمهور المستهدف مثلا بتاعي او التارجت اودينس، والله ممكن اقول مثلا بما ان انا مطعم فالتارجت اودينس بتوعي سنهم ممكن يكون من 18 ل 55 مثلا. طيب اللوكيشن بتاعهم فين؟ والله انا المطعم بتاعي مثلا لو احنا في السعوديه فهو موجود في 5 مدن في السعوديه او 5 محافظات. هو موجود في الدمام وفي الخبر وفي الرياض وفي جده وفي الطائف مثلا. هو موجود في ال5 حتت دول. والله انا اللي موجود المطعم بتاعي مثلا موجود بس في حفر الباطن خلاص. والله انا المطعم بتاعي موجود مثلا في القاهره وفي اسكندريه وفي اسيوط مثلا. فابدا ان انا احدد اللوكيشن بتاعي بشكل عام حسب البيزنس بتاعي انا بتارجت مين. طب لو انا بتارجت مثلا حاجه خدميه مثلا اقدر اوصل بيها الناس كلها، يبقى انا الموقع بتاعي مصر، يبقى انا الموقع بتاعي السعوديه، يبقى انا الموقع بتاعي الهند. خلاص بقى، ما انا موجود في البلد دي وبقدم خدمه مش برودكت، فبالتالي انا اقدر اوصل لهم. طيب ابدا احدد المهنه بتاعت الجمهور المستهدف ده بشكل عام. مثلا والله انا لو انا سوبر ماركت مثلا، فمين ممكن يبقى التارجت اودينس بتوعي؟ والله كل العالم يبقى التارجت اودينس بتوعي لو انا سوبر ماركت مثلا. بس خلينا نقول بشكل مبدئي، والله هيبقى عندي الموظفين والعمال والطلاب وربات البيوت بيشتروا حاجات للبيت بتاعهم وهكذا. فدي كلها مهن الناس ممكن تبقى بتشتغلها. طب التعليم بتاعهم ممكن يبقى ايه؟ التعليم هيبقى متنوع طبعا لان انا سوبر ماركت، فبالتالي بيخش عندي كل اطياف الشعب. فهيبقى شهادات جامعيه ودبلومات وناس ما معاش شهادات اصلا وهكذا. طيب عرفت التعليم بتاعهم شكله عامل ازاي، ابدا ابص مثلا على متوسط الدخل. ده متوسط الدخل يعني ايه؟ يعني شفت المهن اللي انا قلت عليها، الموظفين والعمال والطلبه وربات البيوت وكل الكلام ده كله. فهبدا ان انا احدد المتوسط بتاع الدخل بتاعهم قد ايه. والله مثلا ممكن اقول ان هو متوسط الدخل بتاعهم في السوبر ماركت في المنطقه اللي انا فيها ممكن مثلا يبدا من 5000 ريال لحد 25000 ريال مثلا. لان لما ببدا اشوف واحدد العميل بتاعي متوسط دخله قد ايه، فبالتالي ببدا ان انا اعمل له زي لما اجي اعمل باير بيرسونا ببقى عارف الراجل ده مرتبه قد ايه، فبالتالي انا هطلع منتج شكله عامل ازاي او السيرفيس بتاعتي هقدمها له شكلها عامل ازاي. بيفرق معايا حاجه برضه مهمه جدا، الحاله الاجتماعيه. هل الراجل ده او الست دي متجوزين ولا عزاب؟ فمثلا الجمهور المستهدف بتاعي مثلا لو انا مطعم او سوبر ماركت، لا انا الجمهور المستهدف بتاعي هيبقى متزوجين وعزاب عادي مفيش مشكله. والله مثلا دي كانت نقطه مهمه جدا بنشتغل عليها كتير في السوق السعودي بالذات. يعني في مطاعم كتير بيبقى فيها طبعا المطاعم في السعوديه كلها مفيش حاجه مختلطه، هو بتبقى متقسمه لجزئين، افراد وعائلات. فلو انا المطعم بتاعي فيه الجزئين ده يبقى انا بتارجت كده المتزوجين والعزاب. بس لو انا المطعم بتاعي ما فيهوش، في مطاعم كتير في السعوديه بتبقى افراد بس ما فيهاش عائلات، يبقى انا كده ما ينفعش استهدف متزوجين، يبقى انا كده بستهدف عزاب بس او بستهدف رجاله بس وهكذا. فدي نقطه مهمه ببدا ان انا اخد بالي منها. طيب انا ممكن يبقى المطعم بتاعي مثلا في كيدز اريا مثلا، فبالتالي لا ده انا بستهدف عزاب ومتزوجين ومتزوجين ومعاهم اطفال. دي نقطه مهمه برضو. فعشان كده ببدا احدد الحاله الاجتماعيه. ببدا احدد كمان الاهتمامات بتاعت العملاء دول. الاهتمامات دي ممكن تبقى ايه؟ والله مثلا الناس اللي هتيجي المطعم ده مثلا ممكن تبقى مهتمه بالعيله، بالصحه، بالتغذيه، بالترندات اللي ليها علاقه بالاكل، بالسوشيال ميديا دي كلها. يعني مثلا خلينا نقول دي كلها اهتمامات. طيب في حاجه كمان بحددها في التارجت اودينس، بحدد كمان ايه؟ بحدد الاهداف. الاهداف يعني ايه؟ يعني انا زي قلنا مثلا المطعم مثلا، فالعميل اللي جاي للمطعم ده عنده اهداف. ايه الاهداف اللي عنده بقى؟ والله عنده هدف مثلا زي ان هو عايز يقدم ان هو عايز ياخد كواليتي اكل محترم جدا بسعر مناسب. الراجل ده او الست دي عايز يوفر وقت فعايز مطعم جنب البيت، او عايز دليفري سريع. عايز يعيش باسلوب صحي فعايز مطعم اكله محسوب فيه كل حاجه، الكالوريز والحاجات دي كلها. والله الراجل ده عايز يعيش تجربه كويسه مع العيله ومع اصحابه، فبالتالي هيجي المطعم ده وهكذا. فبالتالي ده كله هو الماركت ريسيرش. انا عملت كل الداتا دي وجمعتها علشان تبدا تساعدني بقى في ان انا ابدا اشتغل في باقي الاجزاء بتاعه الماركت ريسيرش.
احنا في الجزء الثاني من الاستراتيجي عندنا نقطة مهمة جدا، وهي احيانا بتكون موجودة واحيانا تانية لا، لان دي بتفرق حسب البراند او البيزنس اللي انت بتشتغل معاه. في حالة ان البراند اللي بتشتغل معاه او البيزنس ده لسه هتبدأ معاه فروم سكراتش، يعني هو مش موجود اوريدي في ارض الواقع، هو حد لسه هيبدأ شغل، فبالتالي الخطوة دي احنا بنسكيب، لان هي الخطوة دي هي السوشيال ميديا اناليسيس بالنسبة للبراند. فطبعا هو لو موجود اوريدي فدي بتبقى خطوة مهمة جدا وبتفرق معايا في شكل الاستراتيجي، عشان ببقى عارف انا فين. عندي نقاط قوه، طب هطورها ازاي واشتغل عليها ازاي؟ عندي نقاط ضعف، طب هحاول اعالجها او اتلاشاها ازاي، وهكذا. لان طبعا انا لو مش ببص على اللي فات مش هعرف اعمل حاجه للي جاي. فهي دي كل الفكره. ففي حاله ان العميل بتاعي لسه بيبدا شغل، فبالتالي خلاص انا كده كده مش هحتاج ان اعمل سوشيال ميديا اناليسيس، لان اوريدي مفيش سوشيال ميديا. لكن بالفرض ان انا بشتغل مع عميل هو اوريدي عنده السوشيال ميديا بتاعته وكان شغال عليها، فتاني خطوه في الاستراتيجي بعد ما خلصت الماركت ريسيرش هي ان انا امسك السوشيال ميديا دي وابدا اعمل لها اناليسيس. طبعا الكلام ده ينطبق على كل منصه، يعني احنا مثلا هو موجود على فيسبوك وانستجرام مثلا وتيك توك مثلا، خلينا نقول كده، او موجود مثلا على فيسبوك وتويتر. فانا بعمل كده مع كل منصه، يعني الكلام اللي احنا هنقوله ده تاخده بيتطبق على كل المنصات. ومعظم البراندات يعني بيكونوا عاملين زي هو كونتنت واحد بيترفع على كل السوشيال ميديا. طبعا بتكلم على الكونتنت اللي مناسب انه يترفع على السوشيال ميديا، يعني مثلا في فيسبوك وفي انستجرام ممكن ناخد البوست او الكاروسيل مثلا من فيسبوك مثلا نحطه في انستجرام. لو هو عدده 4 صور فنحطه معاه في تويتر عادي جدا. طب لو هو ريل او فيديو ممكن نحطه في فيسبوك وانستجرام وتويتر وتيك توك وسناب شات، كل الكلام ده عادي جدا. فهي دي بتبقى كل الفكره. فانا ببدا احلل المنصات كلها علشان ابدا اشوف البيزنس بتاعي ده موجود فين في السوشيال ميديا، لان انا عايز اعمل له استراتيجي للسوشيال ميديا بتاعته للبيزنس بتاعه. فانا هعمل كده ازاي اصلا وانا مش باصص على السوشيال ميديا بتاعته؟ طيب خلينا نقول كده بكل بساطه، انت ايه الحاجات اللي بتبص عليها؟ يعني انا دلوقتي خلاص استلمت البراند، خلاص هو براند اوريدي عنده سوشيال ميديا، وبقى عندي اكسس ان انا اوصل للسوشيال ميديا دي بقى. فببدا اول حاجه ان انا ابص على البوستات القديمه، افضل ارجع ورا على قد ما اقدر وافر في البوستات دي كلها، وابص على كام نقطه معينه كده هيفرقوا معايا. زي ايه مثلا؟ زي اول حاجه الوقت. انا محتاج اعرف احنا بنبوست الساعه كام، بنبوست الساعه كام يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف هل البيزنس اللي انا شغال معاه ده هل بيبوست بشكل عشوائي، اللي هو صحي من النوم النهارده جات له فكره ستوري راح مصورها ومنزلها، جات له فكره فيديو راح مصوره ومنزله، فكره بوست راح مكلم الديزاينر وبتاع الكونتنت اكتب كونتنت على البوست ده ومش عارف ايه يلا نابلود، ولا في خطه نشر في كونتنت بلان اصلا وفي كالندر هم ملتزمين بيها؟ ببدا اشوف الكلام ده كله عشان على اساس ده لما ببدا احلل المواعيد اللي فاتت كلها ببدا اشوف ايه هو الميعاد اللي كان عليه تفاعل اكبر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا رجعت مثلا اخر 10 بوستات على مدار الشهر، وال10 بوستات دول كانوا نفس التايب اوف كونتنت، يعني هم كانوا نفس النوع يعني. فلقيت ان بوست ما مثلا كان ماشي في الريتش بتاعه كان كويس الساعه 6، بوست تاني لا كان اقل الساعه 4، بوستات الساعه مثلا 9 الصبح دي مش بتجيب خالص، وهكذا. فببدا ان انا ابص على الكلام ده علشان احدد نقطه مهمه جدا، وهي الميعاد اللي الناس اكتف فيه قوي، الميعاد اللي الاودينس بتوعي على السوشيال ميديا دي اكتف فيه. فببقى عارف ان خلاص انا بعد كده وانا بحط الكونتنت استراتيجي وبعدين بطلع البلان وانا بحط الكالندر بتاعت الشهر، هبقى عارف ان الناس بتوعي على المنصه دي هم اكتف الساعه 6، هم اكتف الساعه 12، هم اكتف الساعه 3، وهكذا. فدي تفرق معايا جدا وانا بحط الاستراتيجي بتاعتي عشان ما بقاش بهلك كونتنت على الفاضي في وقت اصلا الناس مش هتتفاعل معاه. واحنا كلنا عارفين ان الالجوريزم بتاعت السوشيال ميديا كلها، معظم الالجوريزم بتاعت السوشيال ميديا قايمه على ايه؟ انا ببوست الاول البيس اوف كونتنت بتاعي، بعد ما بعمل له بوست بيحصل ايه؟ بيحصل ان المنصه بتبدا ان هي توريه لعدد من الناس قليل قوي. طيب الناس دي بدات تتفاعل معاه، خدت رياكشن معين تجاهه وعملت انجيجمنت شير،
سيف ايا كان، فيبدا ان هو المنصه تفهم ان لا الكونتنت بتاعك ده شكله كويس، بدليل انا عرضته على مجموعه ناس صغيره تفاعلوا معاه، طب خلاص هعرضه على مجموعه اكبر من الناس، فالمجموعه من الناس دي تبدا تتفاعل معاه، والله لا ده الكونتنت شكله كويس فعلا، المجموعه الثانيه اتفاعلت معاه، طب وريني نعرضه المجموعه اكبر شويه في المجموعه رقم 3، وهكذا لحد ما يبدا البوست ينتشر ويوصل لمرحله انه فايرال، او يبدا ان مع مجموعه ما كده الناس التفاعل بتاعها يقل، فخلاص المنصه توقف هنا وتقول لك خلاص كده شكرا، الناس بطلت تتفاعل، فمش هقدر ان انا اطلعه لك اكتر من كده. طيب لو انا ببوست مثلا في وقت ما مش الوقت الاصلح بالنسبه لي، والناس مش اكتف معايا خالص في الوقت ده، بيحصل ايه؟ بيحصل ان البوست هينزل محدش هيشوفه، محدش هيتفاعل، فالفتره الاولانيه هتعدي والمنصه هتلاقي ان محدش اتفاعل مع البوست بتاعك رغم انه يكون كويس، بس هم اصلا الاودينس اللي انت بتارجتهم مش موجودين في الوقت ده، ممكن يبقوا نايمين، ممكن يكونوا في الشغل، ممكن يكون مش ده الوقت اللي بيمسكوا فيه السوشيال ميديا، ممكن يكون مش ده الوقت اللي حابين يشوفوا نوع الكونتنت ده فيه، في مليون سبب. فبالتالي اللي هيحصل ان البيس اوف كونتنت دي مش هتروح في حته، يبقى انا خسرت مجهود وخسرت شغل وخسرت ممكن سيلز كمان، مبيعات، لان السوشيال ميديا بيجي منها سيلز خطيره سواء اورجانيك او بيت، فكل ده بيفرق معايا. فكل ده من نقطه ان انا احلل بس البوستات اللي نزلت قبل كده واعرف المواعيد بتاعتها، عرفت المواعيد بتاعتها ابدا اشوف اكتر ميعاد الناس كانت اكتف فيه، فخلاص ابقى عارف انا بحط الكالندر بتاعتي بعد ما اخلص الكونتنت بلان، وانا بحط الكالندر بتاعتي ابدا ان انا اعمل ايه، ابقى عارف ان انا ده هيبقى ميعاد النشر بتاعي، خلاص الناس اكتف يوم كذا كذا الساعه كذا، خلاص. فدي نقطه بستفيدها جدا لما ببدا اعمل اناليسيس للسوشيال ميديا بتاعت العميل او بتاعت البراند او بتاعت البيزنس ده. طيب بعد كده ببص عليه، خلاص انا حددت الميعاد، بعد كده ببص على المحتوى نفسه، انا عايز احلل المحتوى ذات نفسه. يعني ايه احلل المحتوى؟ يعني عايز اشوف الكواليتي بتاع المحتوى، الكواليتي بتاع المحتوى، هل الراجل ده بيقدم محتوى هلك مثلا، بيقدم محتوى صور متصوره بكواليتي رديئه جدا وكونتنت مش احترافي وكاتب هاشتاجز كتيره والكلام ده كله، ولا هو بيقدم كونتنت مثلا لا بروفيشنال، في ناس جايه تصور، ولا كونتنت فيه موشن جرافيك مثلا او تصميمات بروفيشنال برضه احترافيه وهكذا، ولا هو عنده كوبي رايتر كويس بيعرف يكتب له كويس، او كونتنت رايتر كويس، او عنده ريل كرييتور محترف فبيبدا انه يصور له شوتات من المكان اللي هو فيه وهكذا. فببدا ابص على الجوده بتاعه المحتوى بتاعي. وسلام بقى مثلا لما اقدر افرق بين الجوده والتانيه، يعني ايه؟ يعني الراجل ده بيقدم كواليتيز مختلفه للمحتوى بتاعه، برضو ابدا ان انا اشوف الناس بتتفاعل مع مين، الناس حابه اكتر ايه. يعني ايه؟ يعني والله عايز اعرف الناس، انا مثلا بنزل اللي انا مثلا عندي مثلا شركه ما اي تخصص ليها يعني، فالكونتنت بتاع السوشيال ميديا بيكون متنوع، والله انا بنزل فيديوهات من جوه الشركه ما بين الموظفين وبعضهم، وبنزل فيديوهات اعلان للشركه احنا بنقدم خدمات ايه، وبنزل زي ريلز كده سريعه من ايفنت احنا حضرناه، وبننزل صور تجمعاتنا، وبننزل صور الخدمات بتاعتنا، وبننزل بودكاست نستضيف فيه ناس ليها علاقه بالمجال اللي احنا بنتارجت فيه، كل ده بيس اوف كونتنت. وبننزل مقالات على البلوج بتاعتنا على الموقع، وبننزل فيديوهات طويله توتوريال شرح مثلا للخدمه اللي بنقدمها، كل دي يعني بيسز اوف كونتنت يعني. فبالتالي انا ببدا ابص على كل الكلام ده كله واشوف الكواليتي بتاعته، وعلى اساسه ابدا اشوف ايه اكتر نوع الناس اتفاعلت معاه، لان مش طبيعي ان انا يبقى عندي نوع الناس مش بتتفاعل معاه تماما، وانا لسه عمال اهلك فيه وقت ومجهود، وجايب ديزاينر شغال عليه وكونتنت رايتر شغال عليه وموشن جرافيك ارتست بيشتغل. طب ليه كل ده؟ الناس اصلا مش حابه المحتوى ده. وعلى فكره دي نقطه بتفرق مع ناس كتير قوي، ان هو دايما بيبقى فاكر ان الكواليتي الكويس هو ده اللي الناس عايزه تشوفه. لا، على فكره في ناس بتحب تشوف كواليتي معين، انت ممكن الاودينس بتاعك ما يكونش حابب انه يشوف السيرفيس او البرودكت بتاعك متقدم في شكل سينما او كاميرا سينما 4K بقى وبلاك ماجيك ودرون ومش عارف مايكات مش عارف ايه، لا هو حابب يشوف المنتج على الطبيعه متصور زي UGC كده بكاميرا الموبايل عادي جدا. في اودينس بيحب كده، في اودينس بيحب الفخامه وبيحب التصوير الكويس، في اودينس تاني بيحب القراءه، في اودينس تاني بيحب الكوبي السريع جدا. فكل ده بيفرق حسب ايه؟ حسب الاودينس اللي انا بتارجته اصلا، حسب الاودينس اللي انا عايز اوصل له عشان من خلاله اظهر له نفسي واعرفه انا مين. فبالتالي لازم ابص على المحتوى اللي اتنشر قبل كده واحلله تحليل تام علشان اقدر اعرف الناس اكتف على انهي تايب اوف كونتنت. طيب
ايه تاني ممكن احلله في السوشيال ميديا بتاعت العميل وانا لسه بستلمه؟ الكلاينت ذات نفسهم. انا ممكن ابدا احلل بيانات العملاء ذات نفسهم. يعني ايه؟ يعني مثلا في السعوديه بالذات، يعني مثلا عشان احنا بنشتغل سوق سعودي كتير، فتلاقي مثلا احنا جاي لنا عميل ما مثلا شغال اي كوميرس، مثلا عنده اي كوميرس ستور، بيبيع شوزات مثلا، بيبيع هدوم، بيبيع اكسسوارز بتاعت الموبايلات وهكذا. فهو اول حاجه بيعملها، خاصه لو العميل ده يعني بدا من فتره وكان لسه بيبدا، يروح داخل على سيرفر ما، شاري مش عارف 10000 فولورز، فيك فولورز كده، بشكل عشوائي. فاجي ابص وانا بحلل السوشيال ميديا بتاعت الراجل ده، الاقي ان عنده كم هنود وباكستانه ومعرفش ايه، وناس اصلا مش مهتمه. عنده 10000 فولورز والانجيجمنت ريت عنده مش بيعدي 1 من 10%. 10000 فولورز وما بيجيبش ولا لايك، 10000 فولورز ومحدش بيعمل له كومنت واحد. طب ده ازاي بقى؟ فده بالتالي بيفرق معايا، ببقى عارف اصلا وانا بحلل السوشيال ميديا، هل اصلا العملاء او البوتنشال كلاينت اللي موجودين على البيج بتاعتي دول اصلا هم اللي انا بتارجتهم؟ هل هم دول اصلا اللي انا محتاجهم؟ هل الناس اللي عامله لايكات دي اصلا هم الاودينس بتوعي اللي انا عايز اوصل لهم، ولا دول ناس تانية خالص وانا اصلا بهري وبلعب في حته تانية؟ فدي برضو بتبقى نقطه مهمه جدا، وهي ان انا اشوف البوتنشال كلاينتس بالنسبه لي عاملين ايه على السوشيال ميديا بتاعتي. هل هم مهتمين فعلا بالسيرفيس اللي انا بقدمها او البرودكت اللي انا ببيعه، ولا الناس دي موجوده كده عشان يشتروا مثلا نوعا ما، ولا انا كنت منزل مثلا بوست في مره عن حاجه مختلفه عن المجال بتاعي، فالناس جت، انا عملت ترند جاكينج مثلا بطريقه مش صح، فالناس جت وعملت لي فولو وعملت لي لايك، تمام وحلو قوي الكلام ده. لما رجعت بقى المحتوى العادي، الناس دي ما بقتش متفاعله معايا. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده موتت الريتش بتاع الصفحه. لان لو رجعنا للكلام اللي قلناه قبل كده عشان تعرف ان كله مربوط ببعضه، لما هتيجي بعد كده تنزل بوست وتيجي الالجوريزم بتاعت المنصه ترشحه لمجموعه ناس، فالناس دي هي كده كده مش حابه الكونتنت ده، هي جات لك عشان انت عملت نوع كونتنت معين هو مش الاساسي بتاعك، فهو جالك عشان كده، فهيجي يشوف يقول لك لا، مش، انا اسف، مش هتفاعل معاك. ليه مش هتفاعل معايا؟ ما هو مش ده الكونتنت اللي انا جيت لك عشانه اصلا. فهي دي الفكره كلها. فابدا اشوف حل الكلاينتس بتوعي على السوشيال ميديا، واشوف هم مطابقين اصلا للتارجت اودينس اللي انا حاطه للبيزنس ده، ولا الناس دي بعيده عني. طيب براجع ايه كمان وانا بحلل السوشيال ميديا؟ براجع الكومنتس، بشوف التعليقات. انا عايز اعرف كل حاجه عن العملاء بتاعتي من التعليقات. وخد بالك ان التعليقات مصدر مهم جدا 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 لاي استراتيجي واي بلان بتتحط في اي بيزنس. ليه؟ لان التعليقات منجم افكار. التعليقات اي حد بيتجاهلها البيزنس بتاعه يقع على طول، خاصه على السوشيال ميديا. لو البيزنس بتاعك معتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا وتجاهلت التعليقات، انت فعلا في ورطه، وورطه كبيره كمان. طيب ليه الكلام ده كله؟ لان انا من خلال التعليقات، ولو العميل ده فعلا هو اللي انا بتارجته، يعني لو فعلا الشخص اللي عامل اللايك ده هو ده البوتنشال كلاينت بتاعي اللي انا متارجته، ده الاودينس بتاعي، فانت كده معاك منجم، انت معاك كنز. ليه؟ لانك من خلال الكومنتس هتبدا تعرف حاجات كتير قوي. زي ايه مثلا؟ هبدا اعرف انطباعات العملاء عني. انا عايز اشوف الناس هل بتهاجمني باستمرار، فانا محتاج احسن وضعي شويه من خلال عروض واوفرز تقدم لهم، ومن خلال ان انا اقدم لهم كونتنت يلمسهم ويلعب على البين بوينت بتاعتهم وهكذا. هل الناس بتأيدني باستمرار، فمحتاج اقوي الحته دي، ازود العلاقه بيني وبينهم، اكلمهم بتون معين يحسوا بيه ان انا واحد منهم، مش ان انا براند كبير ومختلف عنهم. فدي كلها نقط انا بفهمها من تعليقات الناس على السوشيال ميديا بتاعتي. طيب حاجه تانية زي ايه؟ المشاكل مثلا. ما انا اقدر اعرف مشكله العميل بتاعي من خلال الكومنتس. بتلاقي مثلا، يعني مثلا اخر براند مثلا اشتغلنا معاه كان برضه في السعوديه. البراند ده كان يعني الشركه دي بتبيع كمبيوترات ولابتوبات وحاجات زي كده. فمن خلال الكومنتس واحنا بنقرا التعليقات، بدانا نشوف الناس مثلا بتكتب بقى كومنتات من نوع ايه: والله انا عندي كارت شاشه مثلا ار اكس 540، هل ده ممكن مثلا يشغل فيفا 19؟ طب لو ما فيش، طب ايه الكارت الشاشه اللي ممكن يشغلها مثلا؟ يعني انا بدي مثال طبعا. فبالتالي ابدا انا بقى كحد سوشيال ميديا سبيشالست او ميديا باير او ايا كان بقى، ببدا ان انا ابص على التعليقات، يبقى الناس دي عايزه تشغل فيفا 19. فبتواصل بقى مع البيزنس اونر: طب والله ايه كروت الشاشه المتاحه؟ طب ايه رايك نعمل عليها اوفر؟ ايه رايك نعمل عليها عروض؟ طب مش عارف ايه. كل الكلام ده انا بعرفه منين؟ من المشاكل بتاعت العملاء. طيب تلاقي مثلا حد تاني بيسال: والله انا عندي مثلا مشكله اني مش عارف العب
60 فريم انا بلعب 30 فريم. ايه حل المشكله دي؟ انا كده عرفت ان الراجل ده محتاج مثلا ان المعالج بتاعه يعلى شويه، او محتاج رامات مثلا بدل ما هي رامات عاديه تبقى دي دي ار 4، او محتاج ان هو يركب هارد اس اس دي بدل اتش دي دي. طب الكلام ده كله انا عرفته منين اصلا؟ يعني ليه بقى عرفته منين؟ عرفته من الكومنتس. فبالتالي هبدا انزل ان انا يا جماعه في عندي هاردات اس اس دي 128 و256، والرامات عندي دي دي ار 3 ودي دي ار 4. طب ايه الفرق بين الرامات الدي دي ار 3 والدي دي ار 4؟ وهكذا. فتبدا انك من خلال المشاكل بتاعت الناس اصلا اللي بتعرفها من الكومنتس بتاعت العملاء، عندك كونتنت وعندك حلول للمشاكل دي تجنريت بيها كونتنت على مدار السنه ما بتخلصش. فبجد بجد السوشيال ميديا هي كنز لو انت عارف تستغله صح. لو انت عارف تستغله صح، الكومنتس بتاعت العملاء عندك هي منجم حرفيا وكنز انت تستغله في انك تحسن جوده البيزنس بتاعك، انك تزود السيلز، انك تزود الريتش على السوشيال ميديا، وانك تبني علاقه اصلا ما بينك وما بين العميل. ليه بقى؟ لان العميل لما يعرف انك مهتم بمشاكله، عايز تحلها له، بتقدم له حاجه فعلا في شكل كونتنت بيحل له المشكله دي، فهو 100% هيبقى لويال ليك جدا، وهتبقى انت البراند المفضل بتاعه في الحته دي. فتجاهل الكومنتس بتاعت العملاء يوقع اي براند، عدم استغلال الكومنتس بتاعت العملاء يوقع اي براند. يبقى انا كده عندي اول ما بمسك البراند ببدا ان انا اعمل سوشيال ميديا اناليسيس للبراند بتاعي. زي ايه؟ زي ان انا بشوف مثلا المواعيد النشر اللي كانت قبل كده. يعني خلاص احنا قلنا انا مسكت براند مثلا، فعرفت ان البراند ده بينزل مثلا 4 مرات في الاسبوع، مره نازل الساعه 3، مره الساعه 9، مره الساعه 12، وهكذا. حللت الكلام ده كله فعرفت ان اكتر ميعاد الناس بتتفاعل فيه هو الساعه مثلا 5، هو الساعه مثلا 1، وهكذا. يبقى انا خلاص عرفت، وانا من خلال تحليلي للسوشيال ميديا عرفت ان الميعاد الاكثر تفاعلا هو الساعه 1. تمام. ابدا بقى امسك كل منصه وابدا احلل كل الكلام اللي قلنا عليه: الوقت، الكونتنت، الكلاينتس، الكومنتات، كل الكلام ده كله. اشوف المتابعين عددهم كام والمعجبين عددهم كام. ما على فيسبوك المتابعين غير المعجبين. طب ومن خلال الداشبورد بقى ابدا اشوف الريتش وصل كام، والانجيجمنت عامل قد ايه، والنمو اصلا بتاع البيج او السوشيال ميديا دي واصل فين، احنا زدنا قد ايه الفتره اللي فاتت او نقصنا قد ايه. طب والكليكس عامله ايه، طب والفيزيتس من خلال السوشيال ميديا عامله ايه، طب نزلنا كام بوست وكام ستوري، وهكذا. كل الكلام ده انا ببدا ابص عليه، وهو ده ببساطه السوشيال ميديا اناليسيس. وهي خطوه مهمه جدا 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 في السوشيال ميديا استراتيجي او الديجيتال ماركتنج استراتيجي. الخطوه اللي بعد كده، خلاص انا عملت ماركت ريسيرش وعلى اساسه حللت السوشيال ميديا بتاعتي، ببدا ان انا اعمل كومبيتيتورز ايدنتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني انا محتاج ان انا احدد المنافسين بتوعي. المنافسين بتوعي يعني ايه برضه؟ الناس اللي بتقدم نفس الخدمه بتاعتي، الناس اللي بتقدم نفس البرودكت بتاعي بتبيعه، الناس اللي احنا ولاد سوق واحد من الاخر كده يعني. طيب المنافسين دول انا بجيبهم منين؟ والله انت عندك 5 طرق تقدر تدور بيهم على المنافسين بتوعك. طيب ازاي اقدر اجيب المنافسين بتوعي؟ اول حاجه طبعا من جوجل. يعني مفيش كلام، اول حاجه خطوه عندي اول ما بمسك براند ببدا ان انا ادور على منافسين زيه على جوجل. يعني ايه؟ يعني انا احط نفسي مكان العميل، والعميل هنا اللي اقصده مش العميل اللي انا بشتغل معاه اللي هو البيزنس اونر، لا لا لا، اللي اقصده وقتها في اللحظه اللي بكلمك فيها العميل اللي هو هيشتري مني الخدمه اللي انا بعمل لها ماركتنج للبيزنس اونر. يعني مثلا انا دلوقتي كاحمد، انا السوشيال ميديا سبيشالست از فريلانسر. يعني جالي عميل مثلا عنده ستور بيبيع فيه شوزات، فالراجل ده عايزني اعمل له ماركتنج للستور ده. فبالتالي الراجل ده بالنسبه لي انا يا احمد، هو بالنسبه لي كاحمد هو بالنسبه لي عميل، لكن انا بالنسبه له مش عميل. امال مين العميل؟ العميل بالنسبه للبيزنس اونر ده اللي هو صاحب المتجر، هم الناس اللي هتشتري منه شوزات. فانا في اللحظه دي بحط نفسي مكان العميل اللي هو مين؟ الشخص اللي هيشتري الشوزات دي. فببدا اخش على جوجل واحط نفسي مكانه، بنسى بقى خلاص ان انا احمد الشخص اللي هماركت للستور. لا، انا دلوقتي احمد شخص بفكر ان انا عايز اشتري جزمه مثلا، عايز اشتري كوتش سنيكرز مثلا، وهكذا. فبالتالي ابدا ان انا افكر بدماغ العميل وادور بالكيوردز اللي العميل في الحاله دي ممكن يدور بيها. طب على اساس ده هعمل ايه؟ على اساس ده هشوف منافسين كتير لي. انا والله مثلا عايز مثلا كوتشي اير جوردن مثلا لونه اورنج مثلا. فانا دلوقتي خلاص انا كاحمد حطيت نفسي كعميل، فدخلت بدور على الاير جوردن لونه اورنج ده، فلقيت متجر مش عارف ايه بيبيعه، ومتجر فين بيبيعه، وده محل معرفش مين، وده مول ايه و
فابدا ان انا جمعت لسته بالعملاء بتاعتي دول بيبيعوا نفس المنتج بتاعي. فانا المنتج ده جبته منين؟ جبته من الستور اصلا اللي ايه اللي انا دلوقتي هماركت له، وحطيت نفسي مكان العميل. العميل مين؟ العميل اللي هو اصلا البوتنشال كلاينت اللي انا محتاج اجيبه للعميل بتاعي، وهكذا. فجوجل نقطه مهمه جدا، والسر في جوجل ان انا بحط نفسي مكان العميل وبفكر بنفس طريقه التفكير بتاعته وبدور بنفس الطريقه اللي هو عايز يطلع بيها نتائج. طيب الحاجه الثانيه بعد جوجل هي جوجل مابس. يعني ايه؟ يعني انا ببدا احدد منطقه معينه وابدا ادور بالكيوردز الرئيسيه. يعني مثلا لو الشخص ده مثلا بتاع الاونلاين ستور ده مثلا قال لي والله انا برضه عندي اوفلاين ستور، عندي محل مثلا في العباسيه مثلا، ببيع فيه برضه نفس الكلام ده. يعني انا عندي اونلاين بوصل لمصر كلها، وفي محل تاني برضه ايه في العباسيه بيبيع نفس الكلام. فابدا ان انا من خلال جوجل مابس ابدا ان انا ادور على محلات شوزات في الحته دي، في الزون دي اللي هو في العباسيه مثلا. يبدا انه يطلع لي نتائج كتيره جدا بالعناوين وارقام التليفونات والسوشيال ميديا بتاعتهم، واللي عنده ويب سايت هيبقى رابطه بيه، وهكذا. فابدا ان انا يبقى معايا داتا كتير جدا لعملاء او سوري لكومبيتيتورز في نفس المجال بتاعي وفي نفس المكان العميل بتاعي موجود فيه. طيب عندي ايه تاني؟ انا عندي بعد كده العملاء اصلا بتوع العميل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي العميل بتاعي مثلا ممكن يبقى مطعم مثلا. العميل بتاعي ممكن يبقى مطعم. انا ممكن بالشكل ما اسال العملاء بتوع المطعم دول. يعني ايه؟ ابدا اساله مثلا عن المنافسين بطريقه مش مباشره. يعني ايه مش مباشره؟ يعني مثلا خلينا نقول مثلا انا خلينا في نفس الاكزامبل اللي احنا ذكرناه، ان انا براند دلوقتي بيبيع شوزات. فابدا ان انا اتواصل مع العميل مثلا، وانا في خلاص هو العميل بقى بتاعي اللي هو البيزنس اونر بيتواصل مع البراندات سوري العملاء بتوعه في المحل اللي هو كان في العباسيه اللي ذكرناه ده، وبيبدا ان هو يسالهم طيب هل اتعاملتوا مع براندات تانية قبلنا مثلا قبل ما تيجوا عندنا؟ طب الفرق بين المنتج اللي احنا بنقدمه والمنتج اللي هم بيقدموه، وهكذا. طب انتوا راضيين عن مستوى الخدمه بتاعتهم بنسبه قد ايه؟ طب ايه العيوب اللي كانت عندهم؟ وهكذا. وممكن ده يحصل على السوشيال ميديا عن طريق سيرفي مثلا. انا بعمل استطلاع راي وباخد راي الناس وابدا ان انا احلل الكلام ده واستفيد منه. فالعملاء بتوعك برضو هم كنز، ما يقولوش حاجه عن الكومنتس. العملاء بتوعك هم كنز، لازم انك تبدا تستغله وما تفوتش الفرصه دي خالص. طيب عندي طريقه رابعه بجيب بيها منافسين، وهي ايه؟ وهي ان انا بدور في ارض الواقع. انا بدور في ارض الواقع حرفيا. يعني ايه؟ يعني انا بعمل زي مسح شامل كده للعملاء في المناطق اللي البيزنس بتاعي بيغطيها كخدمه. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا مثلا كاحمد عندي حد بيقدم خدمه مثلا وبيغطي بيها مناطق معينه، فانا ببدا ادور في المناطق دي بشكل واسع علشان ادور على عملاء بشكل ايه؟ اورجانيك. طيب اخر حاجه معايا هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده يا جماعه هي محرك بحث لا يقل اهميه عن يوتيوب وعن جوجل. النهارده السوشيال ميديا بالذات جنريشن زد هم المحرك البحث الرئيسي بتاعهم. هم السوشيال ميديا، هم بيخشوا يدوروا على فيسبوك وعلى تيك توك اكتر من ان هم بيدوروا على يوتيوب وعلى جوجل. فبالتالي السوشيال ميديا مكان لا يستهان به، واقدر بالكي ووردز برضو ان انا اوصل للعملاء اللي انا محتاجهم عن طريق السوشيال ميديا. ومش بس كده، انا اقدر اوصل عن طريق الادز لايبراري. يعني مثلا فيسبوك مثلا عندها 100 ادز لايبراري، جوجل ادز في جوجل ترانسبيرنسي، نفس الكلام تيك توك فيها تيك توك لايبراري. الناس دي المنصات دي بتعمل لي ايه وبتقدم لي ايه كاحمد؟ المنصات دي كاحمد بخش عليها اختار دوله ما واحط كي وورد للحاجه اللي انا بتارجتها. انا مثلا زي ما قلت دلوقتي انا عندي براند شوزات في مصر، فابدا ان انا اخش على الفيسبوك اد لايبراري وابدا ان انا اسرش، احدد مصر واختار مثلا احط كي وورد شوز مثلا او اير جوردن او بوما وهكذا. يبدا ان هو يجيب لي كل الناس اللي في مصر او كل البراندات اللي في مصر اللي مشغله اعلانات دلوقتي في البيزنس ده. فابدا ان انا اقدر اجيب منه منافسين عن طريق الخمس خطوات دول. طبعا في غيرهم كتير بس هم دول الاشهر والاهم اللي احنا بنستخدمهم. عن طريق الخمس خطوات دول هتلاقي عندك كم منافسين غير طبيعي، والمنافسين دول انا بحتاجهم وهم مهمين جدا بالنسبه لي. طب ليه؟ لان انا بتعلم منهم، بالاخص لو انا براند لسه ببتدي، او لو انا براند واقف في حته معينه وعايز اسكيل الحته دي وابدا ان انا اكبر واعلى فيها. ف
الكومبيتيتورز دول اللي انت جمعتهم دول هيفرقوا معاك جدا جدا جدا. ودول ما انت بتتفرج وبتدور فانت بتاخد انسبيريشن منهم، بتجيلك افكار كونتنت من الهوا، بتجيلك افكار لشكل الفيديوهات بتبقى عامله ازاي، بتجيلك افكار هم بيتعاملوا مع العملاء ازاي، لان هم ناس اقدم منك فعندهم خبره وعندهم داتا وعندهم كل الكلام ده، فانت بتشوفهم بيعملوا كده ازاي. طول ما انت بتتفرج وبتحللهم تبدا ان انت يبقى عندك وعي كافي بالبيزنس ده وطريقه التعامل البيزنس اونرز مع العملاء في البيزنس ده. الحاجه اللي بعد كده وهي حاجه مهمه جدا 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 وهي الكرنت ستيتس اناليسيس. الكرنت ستيتس اناليسيس يعني ايه؟ يعني انا بحلل الوضع الحالي، بعمل التحليل ده لاثنين، اول حاجه للبراند والحاجه الثانيه للكومبيتيتورز. يعني ايه؟ يعني مثلا انا استلمت براند ما، مثلا خلينا نقول براند مثلا ساعات، اي كوميرس مثلا برضو ساعات، فانا استلمت البراند ده. لازم اول حاجه اعملها اول ما بستلم البراند ده هو ايه؟ هو ان انا بعمل كارنت ستيتس اناليسيس، انا بحدد الوضع الراهن اللي انا فيه حاليا. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني ابدا ان انا احط لسته بالخدمات اللي بيقدمها البراند. هل هو بيقدم ايه؟ ساعات ذكيه سمارت ووتش، ولا ساعات كلاسيك، ولا ساعات اللي هي بتبقى ضد الميه، ولا ساعات من اللي هي بتقيس نبضات القلب، ولا كل الكلام ده؟ فابدا ان انا اعمل لسته احط فيها كل البرودكتس اللي بيقدمها البراند بتاعي، واحط معاهم ايه؟ الكلمات المفتاحيه اللي العميل ده بيدور عليها بيها، زي ما عملنا قبل كده في حته الكومبيتيتور واحنا بندور عليهم في جوجل. فببدا ان انا احط الحته دي. طيب يعني ايه مثلا؟ يعني انا عندي مثلا مثلا خلينا نقول عميل بيبيع مش عارف مثلا ساعات مثلا، زي ما يبقى اكتب الحاجات اللي العميل ممكن يهتم بيها، زي الساعه دي مثلا صناعه سويسريه ولا لا، بما ان سويسرا اشهر بلد في العالم بتصنع ساعات، فهل هي صناعه سويسريه ولا لا؟ طب الساعه دي معاها ضمان ولا لا؟ طب الساعه دي كلاسيك ولا لا؟ طيب كل الكلام ده. فببدا ان انا احط لسته بين البرودكتس او السيرفيسز بتاعت البراند بتاعي، وابدا معاه احط الكلمات المفتاحيه بالطريقه اللي العميل بتاعي هيبقى عايز يدور عليا بيها. فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية ان انا بحط الاوبجكتيفز بتاعة البيزنس في الفترة دي وعلى المدى القريب اللي انا فيه. يعني ايه؟ يعني انا عايز احط بشكل مبدئي كده البيزنس ده دلوقتي عايز ايه؟ هل هو عايز اويرنس بما انه لسه بيبتدي فعايز الناس تعرفه، ولا عايز انجيجمنت مثلا؟ هو مش هدفه انه يبيع على السوشيال ميديا، هو هدفه يخلق علاقه ما بينه وما بين العميل بتاعه. هو كده كده بيبيع في ارض الواقع بس عايز يخلق علاقه، فهو عايز يعمل انجيجمنت ومش عارف ايه. ولا هو عايز ترافيك، عايز ياخد الناس من هنا يوديها الويب سايت، او ولا هو عايز حملات سيلز مباشره عن طريق كونفرجن وهكذا. فببدا ان انا احط الاهداف بتاعه البيزنس في الفتره الحاليه وابدا احط كي بي ايز للاهداف دي. طيب يعني ايه كي بي ايز؟ الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتور ده معناها ان انا بحط المؤشر اللي من خلاله بعرف انا ماشي في الطريق صح ولا لا. يعني ايه؟ انا مثلا كاحمد انا كونتنت كريتور، فانا حاطط تارجت مثلا او حاطط اوبجكت معين. الاوبجكت ده هو ان انا هبدا مثلا سوشيال ميديا النهارده، والمفروض ان انا في خلال شهرين اوصل 10000 فولورز على منصه ما. حلو، هو ده الاوبجكت بتاعي، ده المين اوبجكت بتاعي. فلازم احط كي بي اي للموضوع ده. كي بي اي يعني ايه؟ عشان اعرف اتابع تقدمي. اتابع تقدمي ازاي؟ انا دلوقتي عندي الاوبجكت بتاعي ان انا هوصل لعدد معين من الفولورز خلال شهرين اللي هو 10000، يبقى انا الكي بي اي بتاعي هو عدد الفولورز. الكي بي اي يعني ايه؟ يعني المؤشر اللي من خلاله هعرف انا ماشي كويس ولا لا. عشان ايه؟ عشان في السكه ممكن اكتشف ان انا مش ماشي كويس. يعني ايه؟ يعني الرينج الطبيعي مثلا لو انا عايز اوصل 10000 فولورز، المفروض ان انا على نص او على قصدي نهايه الشهر الاولاني ابقى وصلت 5000 فولورز. ما ينفعش في نهايه الشهر الاولاني ابقى واصل 10 فولورز واقول ان انا كده ماشي في الطريق الصح. هو ممكن فعليا يحصل حاجه تخليك توصل لل 20000 فولورز في يوم في ساعه. بتحصل وحصلت كتير. بس انا هنا بتكلم في المعدلات الطبيعيه اللي على اساسها انا بعمل الاستراتيجي. لان لو هستنى الحاجات العشوائيه اللي تحصل وتزودني 10000 او 20000 فولورز في ساعه او في يوم عشان ترند مثلا ما او فيديو ضرب مني، يبقى مش محتاج اعمل استراتيجي اصلا، مش محتاج اتعلم سوشيال ميديا طالما همشيها عشوائي. لان احنا دلوقتي بنتكلم في حاله ان انا ماشي على الوضع الطبيعي الراهن اللي هو بالتدريج. فلما احط تارجت ليا في الاوبجكت بتاعي اللي هو 10000 فولورز في اول شهرين، واجي عند اول شهر لاني مخلص ب 10 فولورز او 20 فولورز او 100 فولورز، يبقى انا كان عندي مشكله. طب انا عرفت المشكله دي منين؟ من خلال الكي بي اي. الكي بي اي ايه؟ هو عدد الفولور. انا من خلال عدد الفولورز دول عرفت ان انا لا، انا كده مش ماشي في الطريق الصح، كده انا عندي مشكله. فلازم من خلال المؤشر ده عرفت ان انا عندي حاجه خطر. عندي حاجه خطر ان ايه؟ ان نص المده عدت وانا حتى لسه ما جبتش يعني تمن التارجت بتاعي او المين اوبجكت بتاعي.
فهي دي بتكون كل الفكره، انك تعرف ازاي فعلا تستغل الاوبجكتيفز دي من خلال الكي بيرفورمانس انديكيتورز. طيب محتاج احط ايه كمان؟ انا محتاج احط كارنت اساينمنتس. يعني ايه كارنت اساينمنتس بالمناسبه؟ يعني انا محتاج احط البراند بتاعي ده، اشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن استغلها. يعني ايه مثلا؟ انا مثلا عندي شركه لسه بتبتدي بشتغل معاها، فلما احب ان انا اعمل براند كارنت اساينمنتس، معناها ان ايه؟ من خلال التحليل اللي فات ده كله اقدر اقول لك ان الشركه دي ممكن تزود الوعي بالعلامه التجاريه بتاعتها عن طريق ان هي تعمل بروموشن في سكيل اوسع من كده، وممكن تعمل تشتغل على العلاقه ما بينها وما بين العملاء بتوعها من خلال ان هي تقدم لهم دعم بشكل احسن من كده. وممكن كمان ان الشركه تتمتع او توصل ان هي تبقى عندها سمعه كويسه في السوق عن طريق تعاملها الكويس مع العملاء وهكذا. فانا كده حطيت تصور ووضع راهن بالنسبه لي للبراند. طيب بعد كده بحتاج ان انا اعمل current sales analysis بس للكومبيتيتورز. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ احنا في خطوه عملناها من شويه، وهو ان احنا جمعنا عدد كبير جدا من الكمبيوتر. لما بفضل ابص على الناس دي واحللهم، ممكن استخلص منهم 4 أو 5 أو ماكسيموم 6، ودول بيكونوا هم الدايركت كومبيتيتور بتوعي، اللي هم ناس بتقدم نفس الخدمه او نفس المنتج بيبيعوه، او هم في نفس النيتش بتاعي وبيتارجتوا نفس الناس تقريبا، وممكن نكون في نفس البلد كمان يعني، او احنا لازم نكون في نفس البلد طبعا، الا لو البيزنس بتاعك بقى حاجه يعني قليله قوي في العالم اللي بتتقدم يعني. فبالتالي انا حددت، خلينا نقول مثلا الافريج 5 منافسين دايركت كومبيتيتور ليا، ببدا ان انا اعمل لهم برضه كارنت ستيتس اناليسيس. يعني ايه؟ يعني انا ببدا اشوف اداء المنافسين ده عامل ازاي. يعني انا ببص على السوشيال ميديا بتاعتهم، بشوف ادائهم عليها عامل ازاي، ايه نقاط قوتهم، ايه نقاط ضعفهم، بقارن اداء المنصات بتاعتهم ببعض. يعني ايه برضه الكلام ده كله؟ يعني مثلا ممكن يكون هو عنده عدد كبير من المتابعين بس يعني هم مش متفاعلين اصلا، او مثلا عنده التفاعل جامد جدا على تيك توك بس منعدم على تويتر، التفاعل جامد جدا على انستجرام بس مفيش اي حاجه على فيسبوك، وهكذا. ببدا ان انا اشوف كل الكلام ده، وابقى انا كده حللت الوضع الراهن بالنسبه ليا كبراند وبالنسبه للكومبيتيتور بتاعي. طيب ده هياخدنا لخطوه مهمه جدا. طب انا حللت خلاص الوضع الراهن وفهمت الدنيا، ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هو ان انا بعمل نفس اللي عملته ليا بعمله للمنافسين بتوعي. هو ايه؟ ان انا بعمل سوشيال ميديا اناليسيس للكومبيتيتور بتوعي، بس المره دي بيكون بتوسع اكتر. ليه بقى؟ لان المره دي انا بتفرج على الناس دي عشان اعرف حاجات كتير قوي. اول حاجه عايز اعرف منهم ايه نوع المحتوى اللي بيقدموه، عايز اعرف منهم مواعيد النشر بتاعتهم، عايز اعرف منهم ازاي بيكلموا الناس، التون اوف فويس بتاعهم، عايز اعرف منهم طريقه الكلام، البراند فويس ذات نفسه، عايز اعرف منهم ايه شكل المحتوى اللي بيقدموه، عايز اعرف منهم ايه اكتر محتوى الناس بتتفاعل عليه، عايز اعرف منهم بينزلوا كام مره في الاسبوع، عايز اعرف كل الكلام ده. ده من خلال ان انا بعمل ايه؟ من خلال ان انا بعمل سوشيال ميديا اناليسيس لعدد الكومبيتيتور اللي انا اخترته، اللي هو 4 5 6 ماكسيموم مثلا. فابدا ان انا احلل كل واحد من الكومبيتيتور دول، اجيب المنصات بتاعته كلها. وطبعا هو مش لازم يكون موجود على كل المنصات، في عميل هيبقى موجود انستجرام وتويتر وفيسبوك، في عميل موجود تويتر وفيسبوك ولينكد ان، في عميل موجود على تويتر بس، في عملاء كتير بتشتغل على منصه واحده بس، وهكذا. فببدا ان انا كل عميل من دول اللي انا جمعته اجيب السوشيال ميديا بتاعته وابدا ان انا احللها. طيب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل عن طريق ان انا بشوف زي بعد ما حددنا خلاص هو موجود على منصات ايه، طبعا اللي انا بقوله ده بتطبقه على كل منصه طبعا. فانا بشوف مثلا هو دلوقتي حاليا موجود على فيسبوك مثلا، خلينا نقول بما ان فيسبوك بنتكلم على مصر ففيسبوك طبعا. فانا بشوف مثلا اخر 15 بوست الكومبيتيتور ده نزله، بشوف اخر 15 بوست الكومبيتيتور ده نزله، وابدا ان انا ابص بقى على اول حاجه نوع المحتوى اللي بيتقدم. نوع المحتوى اللي بيتقدم يعني ايه؟ يعني هل الراجل ده بيقدم محتوى تفاعلي انجيجمنت، ولا دايركت سيلز، الراجل ده بيبيع مباشره، ولا البيزنس ده مثلا بيقدم لي محتوى فيه اسئله واجوبه، ولا محتوى اخباري، ولا هو معتمد بس اعتماد تام على المحتوى اللي هو خاص بالتهنئه بالمناسبات والاعياد والشراكات، ده غالبا محتوى خاص بلينكد ان. فعايز اعرف المحتوى بتاعه عامل ازاي. كمان عايز اعرف نوع المحتوى اللي بيقدمه، هل هو بيقدم صور ولا فيديوهات
طب لو صور، هل صور متصوره من جوه البيزنس ولا تصميمات؟ لو فيديوهات هل هي موشن جرافيك ولا صور ولا صور حقيقيه او فيديوهات حقيقيه ولا ريلز ولا فيديوهات طويله؟ هل هو بيقدم بودكاست؟ هل بينزل مقالات على الويب سايت بتاعه؟ هل الويب سايت بتاعه مربوط ببلوج؟ وهكذا. ببدا ان انا اشوف الكونتنت بتاعه كله واشوفه عامل ازاي، واشوف كمان الحاجه المهمه جدا هي الوقت. كمان انا محتاج اعرف كمان ايه الوقت اللي هو بينزل فيه، عشان الراجل ده بما انه قديم، او البيزنس ده بما انه قديم واقدم مني وبادئ قبلي، فهو اكيد لاقط الاودينس بتاعه بينزل امتى، عشان على اساسه هو مكمل مستمر، وانا دلوقتي اعتبرته كومبيتيتور، فلازم اشوف برضه الوقت اللي هو بينزل فيه. طيب محتاج اشوف ايه كمان؟ انا برضو محتاج اشوف المسج بتاعتهم، الماركتنج مسج او الرساله التسويقيه اللي بيقدمها للعميل بتاعه. يعني ايه؟ انا عايز اعرف هو ايه الهدف اصلا، او ايه اللي هو عايز يوصله من الكونتنت بتاعه. في عميل مثلا او في بيزنس مثلا تلاقيه هدفه انه يوصل لك ان انا هخليك حد فخم جدا وسط الناس، زي ايه؟ زي ابل مثلا، هو بيبيع لك الايفون عشان يخليك حد مميز وسط اصحابك اللي معاهم اندرويد، فهي دي الرساله التسويقيه بتاعته، انا هخلي العميل بتاعي مميز مفيش حد زيه. ممكن الرساله التسويقيه بتاعته ان هو يبقى عايز انه ينتشر بسرعه وخلاص، زي ايه؟ زي الشاذلي، الهدوم مثلا بتتباع بره ب 500 و 600 جنيه قطعه واحده، لا انا هديك 3 قطع ب 150 جنيه مثلا يعني. فده هدفه انتشار، لا اهتم بالكواليتي ولا انه يخليك مميز ولا الكلام ده كله، وهكذا. فكل واحد بقى عنده ماركتنج مسج لازم ابص عليهم عشان اعرف الناس دي اصلا عايزه توصل لي ايه من خلال المسج بتاعتهم. فدي نقطه مهمه جدا. ومهم جدا ان انا اشوف برضو نفس الكلام الكومنتس. انا مهم اشوف الكومنتس، لان الكومنتس منجم، الكومنتس فعلا منجم، واحنا اتكلمنا فيها قبل كده. محتاج اشوف الكومنتس عشان اعرف الناس بتقول ايه، الناس بتشتكي من ايه، الناس بتأيد البيزنس ده في ايه، الناس بتلتمس للراجل ده ايه، الناس بتتكلم ازاي عنه، الناس لما حد بيخش يهاجمه بيخش يردوا ويدافعوا عنه ولا لا، الناس عندها مشاكل معينه ولا لا، ايه رغبات الناس اللي عند العميل ده، وهكذا. فالكومنتس بالنسبه لي برضو جزئيه مهمه جدا. حاجه كمان مهمه قوي بقى وناس كتير بتغفلها، الكول تو اكشن. انا محتاج اعرف اصلا العميل ده، او سوري الكومبيتيتور ده بيطلب ايه من العميل في الاخر. يعني كل بقى اللي انا خلاص عملت اناليسيس للكونتنت بتاعه كله على السوشيال ميديا، طيب هو بيطلب ايه منهم في الاخر بقى؟ هل بيطلب منهم يتواصلوا معاهم، ولا يملوا الفورم، ولا يخشوا على اللينك ده، ولا يعملوا كومنت، ولا يتفاعل برياكت، ولا يمنشن صحابه، ولا يقول كلمه مش عارف ايه في تعليق؟ كل الحاجات دي ممكن تبقى كول تو اكشن، فانا لازم اعرف هو بيكلم الناس بيطلب منهم ايه. فهي دي باختصار السوشيال ميديا اناليسيس. السوشيال ميديا اناليسيس يعني ايه؟ يعني انا بحدد كل حاجه العميل ده، او سوري الكومبيتيتور ده بيعملها على السوشيال ميديا. حددت المنصات بتاعتي، عرفت عدد الارقام على المنصات دي، وعرفت نوع المحتوى اللي بيتقدم على كل منصه، وعرفت ايه هي الماركتنج مسج، الرساله التسويقيه بتاعته عايز يظهر ايه للناس، وعرفت اللغه اللي بيتكلم بيها، هل بيكلمهم فورمال، هل سيمي فورمال، بيكلمهم عربي ولا انجليزي، عرفت معدل النشر بتاعه ومواعيد النشر بتاعته، عرفت المتابعين بيتفاعلوا مع انهي نوع محتوى، قريت الكومنتات وعرفت رغبات ومشاكل العملاء وانطباعاتهم والبيهيفيرز بتاعتهم، والاهم عرفت الكول تو اكشن، او هو اصلا بيطلب ايه من العملاء بتاعته. طيب بعد ما خلصت السوشيال ميديا اناليسيس بتاعت العملاء، بنتقل لخطوه مهمه جدا جدا جدا. ما ينفعش اكون بشتغل سوشيال ميديا سبيشالست، كونتنت كريتور، جرافيك ديزاينر، ميديا باير، كوبي رايتر، اي حاجه في الفيلد بتاعه الديجيتال ماركتنج دي، ما ينفعش حد يشتغل فيها من غير ما يعمل سوات اناليسيس. السوات اناليسيس يا جماعه مهمه لاي حد في اي حته في اي مكان، مش بس في الديجيتال ماركتنج، بس انا بتكلم عن الديجيتال ماركتنج بحكم ان احنا ده الفيلد بتاعنا والنيتش اللي احنا بنشتغل فيه، فبالتالي تلاقيني دايما بذكره باستمرار. بس السوات اناليسيس يا جماعه هي حاجه ما ينفعش تمشي بيها انت حتى من غير ما تبقى انت عارفها لنفسك. انت ممكن تعمل سوات اناليسيس لنفسك، وهتشوف التحول في شخصيتك عامل ازاي وبيفرق ازاي، مش بس في البيزنس وفي الشغل. فالسوات اناليسيس مهم، السوات اناليسيس مهم جدا يفرق معاك قوي. طيب خلينا نقول السوات اناليسيس ده بيتعمل ازاي. السوات اناليسيس باختصار، سوات هو اختصار لاربع كلمات. اس هي سترينث، دبليو هي ويكنس، او opportunities، و تي هي threats. يعني ايه؟ strengths اللي هي نقاط القوه، weakness هي نقاط الضعف، opportunities هي نقاط الفرص، و threats هي نقاط التهديد. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا دلوقتي خلصت كل الخطوات اللي فاتت دي، وقعدت بقى احلل بقى البيزنس بتاعي بقى من اوله بقى. حلل البيزنس بتاعي ازاي؟
عايز اعرف انا قوي في ايه عشان ابدا اظهره للناس من خلال الكونتنت بتاعي، وعشان ابدا اوريه للناس وانا ببيع، وعشان ابدا اشتغل عليه عشان ازوده. وعايز اعرف انا ضعيف في ايه عشان اللي هعرف اتلاشاه هتلاشاه، واللي هعرف اعالجه هعالجه، واللي هعرف اخبيه هخبيه عادي. ده في البيزنس ما فيش فيه حاجه غلط يعني. طب والاوبورتيونيتيز، نقاط الفرص. نقاط الفرص يعني ايه؟ يعني هي نقطه قوه بس مش بتاعتي انا، مش بايدي، هي حاجه جانبيه هتحصل انا ممكن استغلها. يعني ممكن تبقى نقطه قوه بالنسبه لي بس فعليا هي مش في ايدي. طب نقاط التهديد يعني ايه؟ نفس الكلام، نقطه ضعف بس مش في ايدي، لازم اخد بالي منها عشان ما تاثرش عليا. يعني ايه الكلام ده كله؟ نشرح بامثله عمليه. انا النهارده ماركتنج ايجنسي، انا ماركتنج ايجنسي وبعمل سوات اناليسيس لنفسي. انا دلوقتي انا البيزنس اونر بقى، انا السي او بتاع الماركتنج ايجنسي دي، وانا بعمل سوات اناليسيس لنفسي. فهمسك اول حاجه السترينث بتاعتي، نقاط القوه. انا دلوقتي عندي ايه في الايجنسي بتاعتي؟ نقطه قوه فعلا. انا ممكن اقول ان انا مثلا عندي انا عندي بورتفوليو قوي، انا عندي بورتفوليو قوي مع العملاء في نيتشز مختلفه. فده هيزيد فرصه ان في عملاء جديده تتعاقد معايا لما اجي اشتغل معاهم. ليه؟ لاني هقول لهم خدوا اتفضلوا البورتفوليو بتاعي، انا اشتغلت مع البراند ده والبراند ده والبراند ده، جبت للبراند ده مبيعات بقد كده، وزودت البراند ده فولورز بقد كده، وجبت تفاعل للبراند ده بقد كده، وعملت اويرنس للبراند ده، والبراند ده بدات معاه من الصفر، والبراند ده مبيعاته كانت واقعه علتها له، وصرفنا هنا قد كده، وجبنا ار او اس قد كده، وكل الكلام ده. فدي نقطه قوه. نقطه قوه يعني ايه؟ يعني حاجه انا اللي عملتها، حاجه بتاعتي، فتعتبر نقطه قوه بالنسبه لي، عشان ده عكس نقطه الفرص، وهنرجع لكل ده دلوقتي. فدي ممكن تبقى نقطه. ايه نقطه القوه الثانيه؟ والله نقطه القوه الثانيه بالنسبه لي ممكن تكون ان انا بقدم حلول تخدم قطاعات مختلفه. يعني ايه؟ يعني في ايجنسيز كتير في الماركتنج احيانا تلاقيها متخصصه اي كوميرس بس، الاغلب في مصر كله اي كوميرس بس. في ايجنسيز ثانيه متخصصه مثلا القطاع التعليمي بس، اللي هو الدروس والكورسات والمحاضرات. في ايجنسي ثانيه تكون مختصه بالرياضه بس، اللي هم الشركات اللي ماسكه بيدجات الكوره بتاعت الاوروبيه في مصر مثلا، اللي هو ليفربول بالعربي، روما بالعربي، الكلام ده كله. فدي كلها نقط مهمه جدا. فانا ممكن يبقى التخصص نقطه القوه بتاعتي ان انا لا، انا عندي سابقه اعمال في نيتشز مختلفه، وانا بقدم حلول تسويقيه لقطاعات مختلفه، مش حاجه بعينها. ممكن يبقى في نقط قوه تاني. والله ممكن يبقى عندي علاقه قويه، انا عندي علاقه قويه جدا بتربطني مع العملاء بتوعي، فبالتالي عندي فيدباك قوي، عندي فيدباك قوي اقدر اوريه للعملاء الجدد. والله انا عندي مثلا تفاعل كويس على السوشيال ميديا، دي نقطه قوه. والله انا الشركه بتاعتي مثلا هي ماركتنج ايجنسي، بس احنا عاملين كولابوريشن وتعاون مع مثلا شركه تدريب مثلا في مجال الديجيتال ماركتنج. فاحنا عاملين كولابوريشن ما بيننا وبين بعض، بحيث ان احنا مثلا بنقدم يعني بنقدم مثلا تسويق للكورسات بتاعتهم، وعلى اساس هم بندي فرصه مثلا للمتدربين في الشركه دي ان هم يشتغلوا عندنا او ياخدوا انترنشيب بشكل عملي عندنا، وهكذا. ده ممكن يبقى كولابوريشن، فدي تبقى نقطه قوه بالنسبه لي. الهويه بتاعتي مثلا على السوشيال ميديا، الفيجوال ايدنتي والبراند ايدنتي قويه، فدي بالنسبه لي نقطه قوه، وهكذا. فباختصار نقاط القوه هي الحاجه اللي عندي اوريدي وانا عايز ابرزها، عايز اوريها للناس، عايز استغلها في ان انا ازود مبيعاتي، عايز استغلها في ان انا ازود الاويرنس بتاعتي، وهكذا. دي كلها نقاط القوه. طيب نقاط الضعف ممكن تبقى ايه؟ والله نقاط الضعف عندي ممكن تبقى ان انا مثلا البراند لسه بيبدا، فبالتالي انا ماليش اي وجود، الناس ما تعرفنيش، دي نقطه ضعف طبعا، دي نقطه ضعف، انا الناس ما تعرفنيش. طب والله انا مثلا براند موجود، ممكن تبقى نقطه ضعف عندي ايه؟ ان انا المحتوى بتاعي ما بيساعدش العملاء، ما بيحللهمش مشكله، المحتوى بتاعي ما بيعرفش العملاء بيا، ما بيعمليش اويرنس، ما بقدمش محتوى مختلف، عندي اسطمبه واحده ماشي عليها. ممكن يبقى كمان انا مش منتظم في نشر المحتوى اصلا. ممكن مثلا اقول ان انا لما باجي اعمل ميديا باينج بقى، اعمل بيد ادز بقى او كامبين، ما بقاش عندي تنوع في الحملات الاعلانيه. انا عندي بعمل اعلانات كلها هدفها ترافيك، اعلانات كلها هدفها اويرنس، طب ما في انجيجمنت، طب ما في كونفرجن مش ترافيك، كل الكلام ده. فدي كلها ممكن تبقى نقاط ضعف. نقاط ضعف يعني ايه؟ حاجات انا بعملها بتاثر على البيزنس بتاعي، فبالتالي انا اقدر اشتغل عليها واحلها، واقدر ان انا اتلاشاها. طيب الجزء اللي فوق هو نقاط القوه ونقاط الضعف، ده الجزء اللي انا بيبقى ليا دخل فيه. الجزء اللي تحت الاوبورتيونيتيز والثريتس، نقاط الفرص ونقاط التهديد، ده جزء انا ماليش اي دخل فيه. يعني ايه مثلا؟ نتكلم عن الاوبورتيونيتيز في الاول. والله انا ممكن اقول ان انا شركه مثلا شركه برمجه، خلينا نقول كده انا
شركه برمجه. فانا عندي نقطه فرص مهمه جدا، ان مثلا دلوقتي كل حاجه بتتحول ديجيتال، كل حاجه حوالينا بتتحول ديجيتال، لان احنا في عالم التحول الرقمي دلوقتي، فكله بينقل شغله ديجيتال. المصالح والمؤسسات الحكوميه كلها بقت موجوده ديجيتال على الابلكيشنز وعلى الويب سايتس. هم صحيح واقعين بس تمام، يعني هم بيحاولوا. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا تحول رقمي، فدي فرصه بالنسبه لي. طب هل دي حاجه انا اتدخلت فيها كشركه برمجه؟ لا. انا نقطه القوه عندي كشركه برمجه ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون الكلام اللي انا قلته بالنسبه للماركتنج ايجنسي عادي، اللي هو ايه؟ البورتفوليو القوي، العلاقه القويه مع العملاء، الكونتنت القوي اللي انا بقدمه، الموقع الاحترافي بتاعي، سابقه الاعمال بتاعتي، كل دي نقاط قوه. لكن انا التحول الرقمي ما ينفعش يبقى نقطه قوه بالنسبه لي. طب ان الطلب زاد على السوفت ويرز، ده ما ينفعش يبقى نقطه قوه بالنسبه لي. ليه؟ لان حاجه مش داخل بيه، بس دي نقطه ممكن استغلها، يبقى اسمها اوبورتيونيتيز، نقطه فرص. عكسها تماما نقاط التهديد. نقاط التهديد يعني ايه؟ يعني حاجات بتهدد البيزنس بتاعي انا ما اقدرش اتدخل فيها، او حاجات لازم اتلاشاها. يعني ايه مثلا؟ مثلا انا مثلا عندي شركه تكييفات في السعوديه، فلازم ان انا اخد بالي من نقطه مهمه جدا، ان انا وانا بقسم الكوارتر بتاعي ابقى فاهم ان انا الايام من مثلا من شهر 11 12 1 او 12 1 2 3 شهور دول اصلا الجو ما بيبقاش حر، بيبقى برد، فبالتالي التكييفات ما بتشتغلش كتير، فبالتالي نسبه المبيعات عندي هتقل. طب هل دي حاجه انا هتدخل فيها؟ هل دي حاجه انا اقدر اعمل فيها حاجه؟ لا، انا مش هقدر اصلح الجو، بس انا هبقى عارف ان دي نقطه تهديد. ايه التهديد؟ الجو بيهددني. دي حاجه اقدر اتدخل فيها؟ لا، بس هي بتمثل لي نقطه تهديد، ان انا الثلاث شهور دول، الكوارتر دول، مبيعاتها هتبقى واقعه. إيه لو انا بعمل صيانه مثلا؟ لا، ما احنا مش هنشغل التكييفات باستمرار، فبالتالي مش هتبوظ، او مش هتبوظ بالمعدل اللي كانت بتبوظ فيه، لانها ما بتتعرضش ان هي تشتغل باستمرار، فبالتالي دي اسمها نقطه تهديد. حاجه انا ما بتدخلش فيه زي نقطه الفرص، حاجه انا ما بتدخلش فيه، بس دي بحاول اتجنبها ودي بحاول استغلها. انما نقطه القوه ونقطه الضعف دول بالنسبه لي انا اللي بعملهم، انا المسؤول عنهم، فبالتالي نقطه القوه بايدي ان انا ابوظها، ونقطه الضعف بايدي ان انا اصلحها. لكن الاوبورتيونيتيز والثريتس، نقاط الفرص ونقاط التهديد، هم مش بايدي، انا يا استغلهم يا اتجنبهم، حاجه من الاثنين. طيب النقطه اللي بعد كده وهي ايه؟ هي الكاستمرز بيرسونا اون كومبيتيتورز بيجز. يعني ايه؟ يعني شخصيات العملاء على الصفحات بتاعه الناس اللي هم الكومبيتيتورز بتوعي. دي نقطه مهمه جدا، وبستخدمها اكتر لما اكون انا براند بادئ فروم سكراتش، انا لسه هبدا من الصفر، فبالتالي ما عنديش داتا للعملاء ولا الناس بتتفاعل معايا على السوشيال ميديا، فبالتالي ببدا ان انا ادخل على المنافسين واشوف شخصيات العملاء عندهم عامله ازاي. يعني ايه؟ يعني ابدا اشوف مثلا، طبعا دي حاجات ما بتكونش دقيقه 100%، لكن انا ببدا احط تصور مبدئي. العملاء اصلا اللي بتتفاعل مع البراند مثلا ده سنهم من 25 مثلا ل 55 مثلا، وانا شايف ان البنات اكتر من الولاد مثلا، او النساء اكتر من الرجال. دي نقطه الجندر مثلا او السن. ممكن ابص على ايه تاني بالنسبه للحته دي؟ ممكن كمان ابص على التشالنجز، التحديات. ايه التحديات اللي بتقابلهم؟ ايه التحديات؟ ممكن مثلا اشوف ان العميل بتاعي عنده تحدي ان هو يوفر وقت، ده تحدي بالنسبه له. عنده تحدي ان هو يقضي وقت اطول مع العيله، ده تحدي. عنده تحدي ان هو يلاقي مثلا مطعم فيه كيدز اريا عشان هو عنده اطفال صغيرين فيسيبهم يلعبوا ويقعد يستمتع بوقته، ده تحدي. كل دي تحديات. فانا بشوف ايه التحديات اللي بتقابل العملاء بتاعتي عن طريق المنافسين عشان اعرف اوفر لهم كل ده. طيب في احتياجات يعني ايه؟ يعني هو مثلا ممكن انا ابقى شركه مثلا انتيريور ديزاين مثلا، فبالتالي هو عايز يعني عايز ان هو محتاج نيدز، اللي هو مثلا ايه؟ عايز خدمات ديزاين وتنفيذ وديكورات تكون مناسبه لرغباته، ده احتياج. طيب ببص برضو عند العملاء، عند الكومبيتيتورز على الكونتنت، ايه اكتر محتوى هم بيتفاعلوا معاه. خلينا نقول مثلا نفس المثال اللي احنا بنتكلم فيه، شركات الانتيريور ديزاين. فشركات الانتيريور ديزاين هتحب تشوف قوي البوستات اللي اتنفذت اوريدي، يعني هو التصميمات كويسه شكلها حلو، بس انا بقى كعميل عايز اشوف بقى التصميمات دي بعد ما اتنفذت على ارض الواقع بقت عامله ازاي، لان ده اكتر كونتنت هو بيعجبه. طيب الانترستس بقى او الاهتمامات ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون التصميم الداخلي، الخارجي، الانتيريور ديزاين، المقاولات، التنفيذ، الديكورات، كل الحاجات دي. فانا من خلال الكومبيتيتورز ببدا ان انا اشوف العملاء اللي عندهم، احلل شخصياتهم عامله ازاي، علشان ده يساعدني في ان انا اعمل الاستراتيجي بتاعتي. انا بعد كده عندي نقطه مهمه قوي تكاد تكون الاهم في عمليه الاستراتيجي دي كلها. هي ايه؟
هي الكاستمر سيجمنتيشن وسelection. يعني ايه؟ يعني ان انا احدد الكاستمرز بتوعي واقسمهم لشرايح. شرايح يعني ايه؟ انا دلوقتي البراند بتاعي بيتقسم ان هو بيتارجت البنات والولاد من سن 18 ل 38 مثلا. ده كلام مفتوح قوي، ده كلام عايم جدا، ده كلام ما اقدرش اتارجت بيه اي حاجه. فبالتالي انا شايف ان ده التارجت اودينس بشكل عام. لا، انا عايز احجم الكلام ده شويه عشان اعرف اشتغل عليه. فابدا ان انا اعمل سيجمنتيشن واعمل سelection للكاستمرز دول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هشوف انه احنا ممكن نقسم الفئات ما بين ال 18 لل 24 ونقول دول الطلبه. وممكن اقسم ال 24 مثلا لحد ال 30 واقول ان دول مثلا مثلا الموظفين. وممكن اقسم مثلا ال 22 لحد ال 28 فئه البنات واقول ان دول اللي هم على وشك الولاده مثلا، لو انا بقى عندي براند ليه علاقه بالاطفال، وهكذا. فببدا ان انا اقسم كل حاجه لشرايح عشان تكون ديتيلد قوي بالنسبه لي. ابدا اتارجت كل واحد، لان انا ما ينفعش اقدم كونتنت سواء سيلز او على السوشيال ميديا يتارجت من 25 ل 55 رجاله وستات. مستحيل، مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها هقدم كونتنت بيتارجت من 25 ل 55 ستات. لا، انا عندي من 25 مثلا ل 35 دول، من 25 ل 30 مثلا دول ناس لسه مقبلين على الزواج، او لسه قصدي متزوجين جدد، بنات متزوجين جدد. عندي مثلا من 30 ل 35 دول امهات جدد. عندي مثلا من 35 مش عارف ل 45 دول امهات اولادهم في مراحل سنيه مختلفه زي اعدادي او ثانوي. عندي مثلا 55 فما فوق دول جدات، او يعني اجداد. فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول انا بتارجت من 25 ل 55 ستات. ما فيش حاجه اسمها كده. لا، اسمها انا عامل سيلكشن ومقسمهم لشرايح سيجمنتيشنز على اساس بقى اللي لسه متجوزين واللي مخلفين واللي عندهم احفاد وكل الكلام ده. لان ده هيساعدني ان انا اطلع كونتنت مناسب لكل فئه، فاعرف اتكلم مع كل فئه بالطريقه اللي هي تسمعها. لان انا لما هكلم البنت اللي عندها 25 سنه ولسه متجوزه غير لما هكلم الام الجديده اللي عندها 28 سنه ولسه مخلفه، غير الام اللي عندها 38 سنه وابنها عنده 10 سنين مثلا في بتاع رابعه ابتدائي، غير الام اللي ابنها في ثانوي، غير الجده اللي عندها حفيد ومش عندها بنت وولد، لا عندها حفيد كمان. فدي نقطه مهمه جدا. فبالتالي مفيش كونتنت يقدر يبيع لكل دول، رغم ان هم كلهم ستات عادي، بس مفيش كونتنت يقدر يكلم كل دول. فبالتالي مش هقدر اوصل لكل دول. فانا بعمل السيجمنتيشن ده عشان اكون دقيق في الكونتنت، في الرساله بتاعتي اللي هكلم بيها كل واحد، في التون اوف فويس، في الطريقه اللي هتكلم بيها، في اللغه اللي هتكلم بيها. كل الحاجات دي بقسمهم لسيجمنتيشن عشان اعرف هوصل ليهم ازاي وهكلمهم ازاي. فخلينا نقول مثلا احنا بنقسم كل مثلا التارجت اودينس بتوعي، انا عرفت اقسمهم لخمسه سيجمنتيشن. بمسك كل سيجمنتيشن دي احللها تحليل تفصيلي. يعني ايه؟ يعني الايدج اول حاجه، او ايه؟ العمر. الفئه دي من كام لكام؟ والله الفئه دي مثلا من 35 ل 55. فيبقى الفئه الاولانيه او السيجمنتيشن الاول بتاعي هم سنهم من 35 ل 55. طب النوع بتاعهم؟ لا، رجاله بس. انا التارجت النوع بتاعي في الفئه دي رجاله بس. ممكن يكون التايب رجاله وستات، ممكن يكون ستات بس. ف حسب السيجمنتيشن. طيب بحدد ايه بعد كده؟ بحدد التون اوف فويس او طريقه الكلام. الفئه دي بقى في السن ده في النوع ده يحب اتكلموا معاهم ازاي؟ بطريقه فورمال ولا طريقه وديه، ولا عايزين طريقه صحاب فريندلي؟ كل الكلام ده بيفرق معايا. طب محتاج اقسم ايه كمان؟ حسب ايه؟ حسب البيهيفير. انا محتاج اعرف السلوك بتاعهم، هم بيدوروا على ايه؟ الناس دي بتدور على ايه؟ انا مثلا شركه برمجه، فالعميل بتاعي ممكن يكون بيدور على ايه؟ ممكن يكون بيدور على حلول تساعده على ان هو يزود الكفاءه بتاعه الموظفين عنده في الشركه، او يزود انتاجيتهم، او يعني يعرفوا يرتبوا تاسكاتهم بشكل كويس فتكون سهله. والله ممكن يكونوا بيدوروا على الحاجات دي كلها بسعر مناسب. فده كله اسمه البيهيفير. البيهيفير يعني ايه؟ يعني انا بشوف سلوك العميل بتاعي حسب كل فئه. طب في ايه كمان وانا بقسم الفئات؟ الانترست، الاهتمام. انا عايز اعرف كل عميل من دول مهتم بايه. لو جينا اتكلمنا على المثال اللي خدناه من شويه، احنا قلنا مثلا احنا بنتارجت من 25 ل 55 ستات. ما كل دول ستات على فكره، بس هل كلهم مهتمين بنفس الحاجه؟ اطلاقا، مستحيل يكونوا كلهم من نفس الحاجه. الام اللي لسه في البنت اللي لسه متجوزه جديد دي، فهتكون مهتمه ان هي تتعلم مثلا فنون اداره المنزل مثلا. طب واللي لسه مخلفه جديد، هي متعلم يعني هي مهتمه اكتر انها تتعلم حاجات عن الامومه وازاي التربيه الايجابيه والطفل بتاعها تنشئه نشأه صحيحه ازاي، وهكذا. طب الام اللي ابنها مثلا في سته ابتدائي او في اولى اعدادي، لا هي مهتمه بطريقه التعامل النفسي معاها عشان دي مرحله هو بيتغير فيها، فمحتاجه تراجع
كورسات مثلا او دورات ليها علاقه بالفتره دي، او محتاج ان هي تقعد معاه اكتر، تسمعه اكتر، تديله وقت اكتر. كل ده دي كلها اهتمامات مختلفه. اللي مثلا اللي فوق 45 مثلا فما فوق، لا هي مهتمه باداره المنزل، بان هي بتربي تربيه صحيحه، بان هي بتدير المنزل بشكل عام. فكل دي انترستات بتفرق من سelection من سيجمنتيشن للتاني. ممكن مثلا عندي براند الاهتمام بتاعه ان هو يحسن السمعه بتاعه البراند بتاعه، حد تاني براند تاني عايز يزود الانتاجيه، براند تالت عايز يقلل التكاليف، براند رابع عايز يحسن التجربه بتاعه العملاء، يديهم تجربه كويسه. فكل دي اهتمامات بتفرق من سيجمنتيشن للتاني. ده بيتحدد ازاي؟ بيتحدد لما بقسم الاودينس بتاعتي لفئات. بعد كده بيبقى عندي حاجه تانية زي الرسالات التسويقيه. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف ايه الرساله التسويقيه اللي هتوصل لكل فئه من دول. مش هينفع كل دول اقدم لهم نفس الرساله، مش هينفع كل دول اقدم لهم نفس الرساله. ليه؟ لان كل فئه من دول اصلا عندها اهتمام مختلف وسنها مختلف، فطبيعه المرحله بتاعتها دلوقتي مختلف، فالبيهيفير بتاعها وسلوكها مختلف. فكل فئه من دول عندها بيهيفير مختلف، انترست مختلف، تون بطريقه مختلفه لازم اكلمه بيه. مش كلهم رجاله وستات، اعمار مختلفه. ما ينفعش كلهم اقدم لهم نفس الرساله التسويقيه. ما ينفعش كلهم اقول لهم ان انا هخليك مميز، ما ينفعش كلهم اقول لهم ان انا هقدم لك حاجه بسعر رخيص، ما ينفعش كلهم اقول لهم ان انا هوفر لك وقتك. لا، كل واحد فيهم عنده اهتمام معين، فعلى اساس الاهتمام ده انا بطلع له رساله تسويقيه. طيب بعد كده بيبقى فيه ايه؟ بقسمهم على حسب الجولز، الاهداف بتاعتهم، هم عايزين يعملوا ايه؟ هل هم عايزين يعملوا نمو؟ مثلا انا ممكن يبقى عندي انا مثلا ماركتنج ايجنسي، برضه خلينا في المثال ده. فلو انا ماركتنج ايجنسي وعندي عملاء، فانا لازم اقسم العملاء بتاعتي دول لفئات. يعني انا ماركتنج ايجنسي مثلا متخصصه في الاي كوميرس، في الناس اللي بتبيع اوريدي، الناس قصدي اللي بتبيع اونلاين. فبالتالي انا مقسم الكاستمرز بتوعي لسيجمنتيشن. السيجمنت الاول مثلا ممكن يبقى عميل لسه هيبدا من الصفر، ده عميل جاي لي هو لسه هيبدا من الصفر، فطبيعي اهتماماته هتبقى مختلفه. هيبقى مهتم في الفتره دي من ايه؟ ان هو يعمل براند اونلاين مثلا. السلوك بتاعه مثلا ان هو بيدور على حاجه رخيصه مثلا. طيب عندي سيجمنت تاني خالص زي ايه؟ عندي عميل اوريدي عنده براند، فده مش هيبدا من الاول، بس البراند ده مبيعاته مش احسن حاجه، فهو عايز يسكيل، عايز يجيب مبيعات اكبر. هو بيحقق مبيعات مثلا 100000 ريال في الشهر، لا هو عايز يوصل ل 300000 ريال في الشهر، فبيجي لي. فبالتالي الراجل ده هدفه مختلف. الراجل السيجمنت الاولاني هدفه انه يعمل براند، السيجمنت الثاني هدفه انه يعمل جروس، عايز يزود مبيعاته. طيب عندي سيجمنت ثالث يعني ايه؟ يعني عميل بيخسر اصلا، يعني عميل عنده براند ومش مش نفس الكيس الاولانيه، ومش بيكسب او مش عايز يعلى بالسكيل، مش نفس الكيس الثاني. عميل عنده براند وبيخسر، فهو جاي لي عشان اوقف له النزيف ده واحاول اوصله لبريك ايفن. بريك ايفن يعني ايه؟ يعني يوصل ان اللي بيصرفه قد اللي بيدخله، وبعد كده نبدا نسكيل. ده عميل كيس مختلفه تماما. يبقى انا كده ما ينفعش اعمل الثلاثه دول بنفس الطريقه. هل ينفع اقدم كونتنت واحد برساله تسويقيه واحده اتارجت بيها الثلاثه؟ يعني الراجل اللي عنده براند بيخسر زي راجل اللي عنده براند بيحقق مبيعات بس هو عايز يزودها زي راجل اللي ما عندوش براند وعايز يبتدي من الاول؟ هل ينفع اقول ان انا بتارجت الناس اللي بتشتغل في الاي كوميرس؟ لا، ما ينفعش اقول، لان الثلاثه دول بيشتغلوا في الاي كوميرس، بس كل واحد فيهم عنده تون مختلف لازم اتكلم معاه بيه، كل واحد فيهم عنده بيهيفير مختلف، كل واحد فيهم عنده انترست مختلف، فبالتالي لازم اطلع ماركتنج مسج مختلفه لكل واحد فيهم حسب الجول بتاعه. بالظبط، هي دي الفكره كلها. فدي نقطه. بعد الجولز عندي ايه؟ عندي البروبلمز مثلا، المشاكل دي زي ما قلنا ممكن هتبقى اللي انا اتكلمت فيه. يعني المشكله مثلا بتاعه العميل الاولاني ان هو عايز حاجه بسعر رخيص، فهو مشكلته الفلوس. البيهيفير بتاعه ان هو بيدور على، وخد بالك انت لو ربطت الكلام كله ببعضه الموضوع هيبقى سهل. يعني انا عرفت ان هو الجول بتاعه ان هو يبني براند اونلاين، البيهيفير بتاعه ان هو يبني براند اونلاين بحاجه رخيصه، يبقى البروبلمز بتاعته الفلوس معاه مش كتير. فشفت الربط ببعضه؟ انت لما بتربط كله ببعضه الدنيا بتبقى اسهل بكتير. بس الفكره انك تنسق كل حاجه في مكانها. انا دلوقتي عندي عميل عايز يبدا براند اونلاين من الصفر، فده هو الجول بتاعه. البيهيفير بتاعه انه بيدور على حاجه رخيصه، عايز متجر رخيص ويعني فاهم، وبرقم 500 ريال في الشهر وتمشي له الدنيا. فده كده البيهيفير بتاعه ان هو بيدور على حاجه رخيصه. البروبلم بتاعته هتبقى ايه؟ ان الفلوس بتاعته مش كتير. فبالتالي لما هاجي اطلع له ماركتنج مسج عن طريق الكونتنت والطريقه اللي هكلمه بيها، اقول له تعالى احنا هنعمل لك متجر الكتروني بسعر مخفض، احنا عاملين عروض عشان العيد مثلا او اليوم الوطني وهكذا. فهي دي الفكره كلها، ان انا ما ينفعش اكلم
كل الناس اللي بتارجتها بنفس الطريقه، لان كل سيجمنت فيهم عنده انترست مختلف ومشاكل مختلفه واهداف مختلفه، فبالتالي لازم اكلمه بتون مختلف ورساله تسويقيه مختلفه. طيب اخر حاجه بالنسبه لي لما باجي ابص في السيجمنتيشن واحددها هي الرغبات يعني من الاخر العميل ده عايز ايه. انا بالتالي لما العميل بتاعي مثلا اللي هو بتاع اللي عايز يبدا براند اونلاين ده عايز ايه، العميل بتاعي عايز يبقى عنده براند اونلاين، هي دي الرغبه بتاعته، انه يبقى عنده براند وبيشتغل بس، خلاص دي الرغبه بتاعته. فكل دي بعتبرها هي السلكشن بتاع الكاستمر بعد ما قسمتهم لسيجمنتيشن. بعد كده بقى لما اجي اعمل كونتنت استراتيجي بقى واعمل كونتنت بلان، ابقى فاهم ان انا كل فئه مش هينفع اكلمها بطريقه زي الثانيه، لان كل فئه اصلا عندها حاجات مختلفه عن الثانيه. الحاجه اللي بعد كده رقم 9 في الاستراتيجي هي ايه؟ هي الباير بيرسونا. الباير بيرسونا بقى يعني ايه؟ خلينا ناخد الموضوع من البدايه. احنا الاول عملنا تارجت اودينس. التارجت اودينس ده قلنا ان هو البراند بتاعي بيتارجت اودينس اللي هم مين؟ اللي هم البنات والستات او الستات بشكل عام من سن 25 ل 55. بعد كده عملت سelection و سيجمنتيشن للكاستمرز دول، يعني هم بالنسبه لي كانوا اودينس، تارجت اودينس حاجه كبيره قوي واسعه ومفتوحه، ستات من 25 ل 55. بعد كده بدات اضيقها شويه. ضيقتها ازاي؟ عملت سelection وسيجمنتيشن، قسمتها لبنات لسه متجوزه، امهات جديده، امهات عندهم اولاد كبار، جدات. فبالتالي بقى عندك بقى سelection. هل ده كفايه؟ لا مش كفايه. الخطوه اللي بعد كده ان انا بعمل باير بيرسونا. باير بيرسونا يعني ايه؟ يعني انا بتخيل شخصيه حقيقيه للعميل ده. انا بتخيل شخصيه حقيقيه للعميل ده عشان اقدر اوصل له بادق التفاصيل. الشخصيه دي بتبقى حقيقيه لدرجه انت لا تتخيلها. ازاي؟ يعني احنا بنحط اسم للشخصيه، بنحط سن للشخصيه، وهكذا. فبالتالي خلينا نقول مثلا احنا دلوقتي شركه برمجه بس بنعمل موبايل ابلكيشنز مثلا. فانا قلت مثلا ان انا الاودينس بتوعي، التارجت اودينس بتوعي هم الافراد والشركات. خلاص ده اودينس مفتوح قوي. فبعد كده او خلينا نقول مثلا الاودينس بتوعي الناس المهتمين بالبرمجه. السيجمنتيشن بتاعي الافراد والشركات والمؤسسات والجهات وكده. طيب اخد بقى كل سيجمنت من دول اعمل له بيرسونا، باير بيرسونا. فبالتالي الاقي السيجمنت الاول عندي اللي هو مثلا الافراد. ابدا اتخيل شخصيه حقيقيه بتفكر في السيرفيس بتاعتي. يعني ايه؟ يعني مثلا الفرد ده ممكن يبقى اسمه مثلا سيد مثلا. سيد ده مثلا عنده 33 سنه، الوظيفه بيشتغل محاسب، الدخل مثلا في السنه بيكسب مثلا 10000 جنيه، 12000 جنيه، مليون جنيه، ايا كان. الحاله بتاعته متجوز، الحاله بتاعته اعزب، الحاله بتاعته خاطب، ايا كان. ببدا ان انا احط الحاله بتاعته. الموقع بتاعه والله هو موجود، انا مثلا بشتغل في مصر بس في مصر كلها، فالموقع بتاعه في اسكندريه، في الفيوم، في اسيوط، في قنا، وهكذا. المشكله ممكن تكون المشكله عنده ان هو ما عندوش اي خبره في الامور التقنيه والسوفت وير سوليوشنز والكلام ده كله، فدي مشكله. طب الاحتياج ممكن يبقى محتاج ايه؟ هو محتاج يعني يحصل على خدمه تصميم ابلكيشن للموبايل. ماشي. احط ايه تاني في البيرسونا؟ الاهداف يعني ايه؟ يعني ان هو عنده هدف مثلا ان هو يحول الفكره اللي في دماغه دي لابلكيشن ناجح. دي الفكره. طب البيهيفيرز، السلوكيات بتاعته، السلوكيات ان هو ايه؟ مثلا بيدور كتير على النت على شركات البرمجه. بحط ايه كمان؟ بتخيل إيه كمان؟ القرارات الشرائيه. القرارات الشرائيه يعني ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي بتاثر عليه لما بيجي يشتري؟ هل مثلا هو بيعتمد على السعر، ولا هو عايز حلول او تطبيقات سهله الاستخدام مش معقده؟ دي نقط مهمه. بعد كده في الرساله التسويقيه. انا ببقى عايز اقدم له رساله تسويقيه عامله ازاي هتاكل معاه او هتمشي معاه. ده بيبقى على اساس ايه؟ على اساس الكلام اللي انا قلته ده كله. فهي دي ببساطه الباير بيرسون. انا بتخيل شخصيه حقيقيه للعميل واحط كل حاجه ليها، الاسم والسن والوظيفه والدخل والحاله الاجتماعيه والموقع مكانه فين والمشكله اللي بيواجهها والاحتياج اللي عايزه والهدف اللي عايز يوصل له وسلوكياته والقرار اللي بيأثر على الشراء بتاعته. وفي الاخر اطلع الماركتنج مسج المناسبه ليه حسب الكلام ده كله.
طيب الحاجه اللي بعد كده النقطه رقم 10 في الاستراتيجي هي الجولز والكي بي ايز، ويمكن احنا اتكلمنا عليها بشكل سريع لكن عايزين نتكلم عليها دلوقتي باستفاضه. الجولز والكي بي ايز يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز احط اهداف للبيزنس بتاعي من الاستراتيجي دي. الاستراتيجي كلها انا بعملها لهدف ما اصلا. يعني انا بعمل الاستراتيجي كلها ليه؟ لان العميل جاي لي عنده هدف في دماغه. الهدف ده بقى ممكن يبقى هدف كبير انا اقسمه لاهداف صغيره، الهدف ده ممكن يبقى هدف دايركت فابدا اشتغل عليه، لكن اصلا الاستراتيجي دي بتبقى معموله لهدف معين. انا بعمل الاستراتيجي دي عشان اقدر ان انا احقق الهدف ده. يعني الاستراتيجي دي كلها اصلا قايمه على النقطه دي، النقطه رقم 10 دي اللي هي الجولز والكي بي ايز. طريقه سمارت هي انسب طريقه تحدد بيها الاهداف بتاعتك خاصه في البيزنس. ليه؟ لان الموضوع ما بيبقاش عايم، احنا بنبقى عارفين احنا هنعمل ايه وهنعمله ازاي. يعني ايه الكلام ده كله؟ خلينا نتكلم الاول على الجولز وبعدين نشوف الكي بي ايز هنحطها ازاي. انا بشتغل بطريقه سمارت. ليه؟ لان كل حرف من الكلمه دي بيرمز لكلمه معينه. يعني الاسم مثلا معناها سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني الهدف بتاعي ده يكون محدد. الهدف بتاعي يكون محدد. مفيش حاجه اسمها انا عايز اتشير على السوشيال ميديا، مفيش حاجه اسمها كده. اسمها انا عايز اكون متواجد على فيسبوك وانستجرام. انا كده محدد. مش اسمها انا عايز اتشير على السوشيال ميديا، انا عايز اكون ليا وجود فعلي على فيسبوك وانستجرام. دي نقطه. بعد كده الام هي ميجربل. ميجربل يعني ايه؟ يعني انا عايز اكون متواجد على فيسبوك وانستجرام واحقق 20,000 فولورز. فده كده هدف محدد. لان احنا مش بنتكلم نقول السوشيال ميديا بشكل عام، احنا محددين عارفين احنا عايزين نروح فين. عايزين نروح على فيسبوك وانستجرام. قابل للقياس. قابل للقياس يعني هيقيس الهدف ده ازاي، نجاحه ازاي. ان انا بقول ان انا عايز اكون متواجد علشان احقق 20,000 فولورز على السوشيال ميديا. طيب بعد كده لازم يبقى اتشيفبل. اتشيفبل يعني ايه؟ يعني قابل للتحقيق. هل ال 20,000 فولورز دول قابلين للتحقيق؟ لا. طب ده بيتحدد ازاي؟ ده بيتحدد على اساس الريسورس بتاعتنا. يعني احنا مثلا الاستراتيجي احنا حاطينها عشان احنا هنحقق 20,000 فولورز على فيسبوك وانستجرام. فبالتالي انا عايز مصادر متنوعه، عايز مصادر تخليني اعمل كونتنت، عايز فلوس تخليني اعمل بيد ادز، كل الكلام ده كله. طب لو المصادر دي متوفره يبقى الهدف بتاعي قابل للتحقق، يبقى ده معناه انه اتشيفبل. طيب الهدف بتاعي لازم يكون ريليفنت. ريليفنت يعني ايه؟ يعني مرتبط اصلا بالكلام اللي انا بتكلم فيه من ساعتها. احنا دلوقتي عاملين سوشيال ميديا استراتيجي. هل ينفع اقول لك في الاخر ان انا الاستراتيجي دي بعملها بهدف ان انا اخلي الموقع بتاعي متصدر في نتائج محركات البحث؟ طب يا عم ده اس او، هو ده ماله اصلا ومال الجولز والكي بي ايز؟ ده انا دلوقتي من ساعتها بحلل صفحات السوشيال ميديا ليه وبحط اهداف وباير بيرسونا من خلال السوشيال ميديا ليه وانا اصلا عايز اشتغل اس او؟ ده ايه العلاقه؟ يبقى انا كده الهدف بتاعي ده مش ريليفنت، ملوش علاقه بيه. يبقى لا، انا الهدف بتاعي ده المفروض يبقى ريليفنت. ليه؟ لان انا دلوقتي بتكلم عن السوشيال ميديا. فلما اقول انا دلوقتي بعمل سوشيال ميديا استراتيجي، فلما اقول ان انا عندي هدف ان انا اكون متواجد على فيسبوك وانستجرام واحقق 20,000 فولورز وعندي المصادر الكافيه اللي تخليني احقق ده، ويبقى بالتالي ده هدف ريليفنت لان هو ليه علاقه بالسوشيال ميديا. الاهم بقى والناس بتتجه له هي التي تايم بيزد. تايم بيزد يعني ايه؟ يعني الكلام ده كله على اساس وقت. يعني مفيش حاجه اسمها انا هحقق 20,000 فولورز وخلاص، لا. اسمها بقى عشان نحدد الجول بقى بشكل عام، انا هكون متواجد على الفيسبوك وانستجرام وهحقق 20,000 فولورز من خلال المصادر اللي معايا في خلال شهر، في خلال 3 شهور. المهم انه يكون قابل للقياس. يبقى انا كده، او قصدي على قابل للقياس ومتحدد بوقت. يبقى انا كده عندي هدف سبيسيفيك محدد جدا. سبيسيفيك ازاي؟ لان هو موجود، انا محدد انا هكون متواجد فين، فيسبوك وانستجرام. ميجربل يعني ايه؟ قابل للقياس. انا قلت ان انا هوصل 20,000 فولورز. اتشيفبل قابل للتحقيق. انا عندي المصادر الكافيه، معايا فلوس تخليني اعمل اورجانيك بيد ادز، وعندي مصادر هتخليني اعمل كونتنت، فبالتالي اقدر اوصل واقدر احققه. ريليفنت يعني ذو صله. هو ذو صله. الهدف ده له علاقه بالسوشيال ميديا وانا بعمل اصلا سوشيال ميديا استراتيجي، فهو ذو صله. تايم بيزد انا قلت هحقق الكلام ده في خلال شهرين. يبقى كل الكلام ده، يبقى انا كده لما اجي اقيم الهدف ده كده اسمه سمارت جول. ليه؟ لان هو سبيسيفيك، ميجربل، اتشيفبل، ريليفنت، وتايم بيزد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صله، وعلى اساس وقت. وده ببساطه هو الهدف. لكن الاهم من الهدف بقى هو
الكي بي اي. الكي بي اي يعني ايه؟ الكي بي اي بتاعي من الجول ده هو عدد الفولورز، لان انا قلت ان انا عايز اوصل لعدد معين، فده الكي بي اي بتاعي. الكي بي اي بتاعي يعني ايه؟ يعني انا هتابع تقدمي في الهدف ده من خلال عدد الفولورز، لان اصلا الهدف هو ان انا اوصل لعدد فولورز معين. فده ببساطه هو السمارت جول. طيب النقطه رقم 11 في الاستراتيجي هي الكرييتيف دايركشن. الكرييتيف دايركشن يعني ايه؟ يعني اتجاه المحتوى بتاعي. انا همشي ازاي بقى؟ انا ايه الاتجاه اللي انا هاخده؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي عملت سوشيال ميديا اناليسيس زي ما احنا قلنا الكومبيتيتورز بتوعي، فبالتالي بقى عندي رؤيه قويه وواضحه ومفصله عن ايه المحتوى اللي بيعجب الناس. فانا عرفت ان البيزنس بتاعي ده المحتوى اللي بيعجب فيه الناس هو المحتوى التفاعلي، والمحتوى الترند جاكينج، والمحتوى اللي فيه اسئله واجوبه، والمحتوى اللي بيترد فيه على الكومنتس، والمحتوى اللي له علاقه بالتهنئه والمناسبات، والمحتوى اللي بيستغل فيه الاحداث اللي بتحصل حواليه بشكل يليق بيه، والمحتوى اللي ليه علاقه بالقصص حوالين الشركه، وهكذا. كل ده اسمه كريتيف دايركشن. كريتيف دايركشن يعني ايه؟ يعني انا بحدد الاتجاه اللي المحتوى بتاعي هيمشي فيه. انا بقيت عارف من خلال التحليل للسوشيال ميديا بتاعتي وبتاعه المنافسين ان انا دلوقتي عندي انواع محتوى معينه الناس بتحب ان هي تكون بتتفاعل معاها. خلاص هو ده الكريتيف بتاعي اللي انا همشي فيه. ده ببساطه هو الكريتيف دايركشن، ان انا بجمع اشكال المحتوى اللي انا همشي فيه، طبعا بانواعهم بالفورمات بتاعهم بقى. يعني المحتوى ده ممكن يكون صور، ممكن يكون صور متصوره من قلب البيزنس، ممكن يكون ديزاينز، ممكن يكون موشن جرافيك، ممكن يكون كرتون انيميشن، ممكن يكون فيديوهات واقعيه متصوره من قلب المكان، ممكن يكون ريلز، ممكن يكون بودكاست، ممكن يكون مقالات، ممكن يكون بوستات طويله. كل الحاجات دي كل دي بيس اوف كونتنت. فبالتالي لما بحدد الكريتيف دايركشن بحدد نوع المحتوى وشكل المحتوى كمان عامل ازاي. بعد كده بحدد حاجه اسمها الميديا بلان. الميديا بلان دي بقى نقطه مهمه جدا هنقف عندها شويه، لان هي بتفرق بالاخص في حته الميديا باينج بقى كمان. انت دلوقتي احنا كنا بنتكلم في حته الميديا بلان، لان هي هتفرق معاك في ايه؟ الميديا بلان هتفرق معاك في الطريقه اللي انت هتكون متواجد بيها على المنصات الاعلانيه. المنصات الاعلانيه يعني ايه الكلام ده كله؟ انا عندي بادجت معينه، العميل قال لي ان البادجت دي انا هديها لك وتتصرف بيها في الاعلانات، فخلاص العميل بالنسبه لي اداني فلوس، هو دوره خلص. انا دوري بقى كاحمد بقى كميديا باير ان انا اشوف البادجت دي وابدا اقسمها واعمل بيها ميديا بلان. يعني ايه الكلام ده كله؟ انا مثلا عندي اداني العميل ده مثلا 600 ريال مثلا، خلينا نقول كده 600 ريال، فانا ببدا اعمل ميديا بلان احدد فيها مجموعه عناصر عشان اعرف هصرف ال 600 ريال دول ازاي. فابدا اول حاجه ايه؟ اول حاجه هي ايه احددها؟ هي الاوبجكتيف. الاوبجكتيف ان هو الاوبجكت بتاع الحمله. يعني ايه؟ الحمله بتاعتي اللي انا هعملها بال 600 ريال دول هدفها هيبقى ايه؟ انا مثلا خلينا نقول انا بشتغل اي كوميرس مثلا، فالحمله دي هدفها كونفرجن. كونفرجن يعني ايه؟ يعني العميل يخش ياخد اجراء معين من خلال الويب سايت بتاعي، فده الاوبجكت بتاع الحمله كونفرجن. يبقى انا كده واضح وعارف الفلوس بتاعتي هصرفها على حمله هدفها ايه. طيب بعد كده محتاج احدد الباير بيرسونا. الباير بيرسونا دي اللي انا اصلا حددتها في الخطوه اللي كانت قبل دي بشويه، خطوه رقم 9 لما كان عن الباير بيرسونا. فبالتالي محتاج احدد الباير بيرسونا حسب كل سيجمنتيشن. فبالتالي انا كده عندي حمله هتكون ب 600 ريال، هتكون على بهدف كونفرجن، وهستخدم فيها باير بيرسونا معينه وليكن مثلا باير بيرسونا رقم 3. طيب انا هتست الحمله دي كده كده في الاول. بتست يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف الحمله دي بعد ما انا عملتها بكام يوم ايه مردودها. طب هقيس المردود ده ازاي؟ الحمله دي مثلا كونفرجن يعني ايه؟ يعني انا عايز ابيع، يبقى انا هتست عن طريق ايه؟ عن طريق السيلز. عن طريق السيلز هشوف المبيعات بتاعتي في الداشبورد. المبيعات بتاعتي كويسه تمام، ينفع تتحسن ولا نوقف ولا كل الكلام ده. فبالتالي لازم اعرف هتست ازاي. طيب بعد كده محتاج احط الفورمات بتاع الاعلان. يعني ايه؟ يعني الاعلان هيكون شكله عامل ازاي؟ هل هيكون صوره ولا فيديو مثلا؟ طيب خلينا قلنا مثلا ان الفورمات بتاع الاعلان فيديو. طيب انا محتاج احدد الفيديو هل هيكون موشن جرافيك ولا انيميشن ولا فيديوهات حقيقيه ولا يو جي سي ولا فيديوهات من بلوجر ولا كل ده. فبالتالي ده جزء مهم جدا هو التايب اوف كرييتيف، يعني النوع الكرييتيف اللي انا هستخدمه للاد فورمات ده. طيب محتاج كمان اقسم الميزانيه.
انا قلت ان انا عندي 600 ريال في في زي ما قلنا في مثلا على المده بتاعتي. فبالتالي محتاج ان انا احط الميزانيه دي اقسمها ازاي. يعني مثلا ال 600 ريال دول خلينا نقول مثلا ان احنا بنصرف 40 ريال في اليوم. 40 ريال في اليوم يعني افريج $10. فدي نقطه مهمه جدا. فلما اقول البادجت بير داي، البادجت لليوم الواحد هي هتكون 40 ريال سعودي مثلا. يبقى انا كده دي باختصار هي الميديا بلان. الميديا بلان يعني ايه؟ يعني انا بقسم نقاط معينه للحمله بتاعتي عشان اعرف اصرف ايه. انا بجيب اول حاجه الفلوس بتاعتي واشوف هقسمها ازاي. هقول مثلا ان ال 600 ريال اللي معايا دول هختار البلاتفورم بتاعتها مثلا هي تيك توك مثلا. بعد كده خلاص اخترت المنصه، بختار الاوبجكت بتاع الكامبين. الاوبجكت بتاع الكامبين هو ايه؟ هو كونفرجن على الويب سايت. طيب الباير بيرسونا من خلال الاستراتيجي اللي انا عملتها او الباير بيرسونا عملتها في الاستراتيجي بختار منها الاستراتيجي الموجهه للعميل ده. باير بيرسونا مثلا رقم 3. طيب هتست ازاي؟ بما ان هي حمله كونفرجن هتست عن طريق السيلز. طب لو كانت الحمله دي هدفها انجيجمنت يبقى هتست عن طريق الرياكتس والكومنتس مثلا. طيب الفورمات بتاع الاعلان شكله عامل ازاي؟ والله الفورمات هيكون مثلا فيديوهات. طيب التايب اوف كرييتيف بقى بالنسبه للفورمات ده هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا فيديوهات يو جي سي مثلا او فيديوهات انيميشن. طيب اخر حاجه هي البادجت بير داي. البادجت بير داي يعني انا هنصرف كام كل يوم. فبالتالي انا بقول احنا هنصرف مثلا زي ما قلنا 40 ريال في اليوم الواحد. انا كده ابقى عملت ميديا بلان كامله عشان مبقاش بصرف فلوسي في الفاضي. لا انا كده بقيت عارف ان انا الفلوس بتاعتي هصرفها على المنصات دي ودي بالهدف ده وده بالباير بيرسونا دي هتست عن الطريق ده. شكل الاعلان هيكون كده، النوع بتاع الكرييتيف هيكون كده، وهصرف في اليوم قد كده. يبقى انا كده شخص محدد وفاهم. وحتى لما اجي اتكلم مع العميل ما بقاش انا بتكلم بشكل عشوائي. لا انا هروح اتكلم معاه اقول له والله احنا هنقسم الفلوس كذا 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 كذا، وفلوسك هتتصرف هنا وهنا وهنا، وهنتست بالطريقه دي، وده الهدف بتاعنا، وده الكرييتيف اللي احنا محتاجينه. وده كده هو شغل بروفيشنال جدا فوق ما انت متخيله. لان كده انت بتعرف العميل انك شخص محدد ومرتب وكمان منظم في الشغل بتاعك. اخر حاجه عندنا بعد كده هي الاكشن بلان. اكشن بلان يعني ايه؟ يعني انا الكلام ده كله بعد ما حطيته عايز بقى انفذه. ما خلاص انا حطيت استراتيجي حطينا فيها كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها. زي ايه؟ يعني انا حطيت استراتيجي بقى موجود فيها دلوقتي يا سيدي الماركت ريسيرش والكرنت سيت اناليسيس والمنافسين وصفحاتهم وتحليل صفحاتي والسوات اناليسيس والسيجمنتيشن، وحطينا جولز وكي بي ايز وعملنا باير بيرسونا وحطينا كرييتيف دايركشن وميديا بلان. طيب انا محتاج بقى احط اكشن بلان علشان اقدر انفذ الخطه دي او الاستراتيجي دي، ابدا ان انا انفذها فعليا. محتاج احط اكشن بلان. يعني مثلا خلينا نقول احنا خدنا الكلام ده كله اللي احنا عملناه ده وطلعنا بشويه نقاط محدده احنا عايزين ننفذها. فببدا مثلا اطلع مثلا مشكله ما. انا مثلا عندي مشكله في الاستراتيجي دي، يعني ان انا اصلا الكونتنت اللي انا بقدمه جودته رديئه جدا، كونتنت ضعيف قوي. فبالتالي انا كده اول حاجه هكتبها في الاكشن بلان بتاعتي ان انا عندي جول محدد، هو ان انا عايز احسن الكواليتي بتاعت الكونتنت بتاعي على كل البلاتفورم. فدي بالنسبه لي هي ال يعني الجول بتاعي. طيب ببدا احسن ده ازاي او احسن ده عن طريق ايه؟ اول حاجه بقول ان انا لازم مثلا انا كشركه مثلا ممكن احسن ده عن طريق ان انا ادرب الكونتنت كريتور اللي معايا على حاجات اكتر، وابدا احطه في تحديات اكبر، وابدا ان انا اقويه في النقطه دي. فدي ستيب مهمه جدا. ببدا ان انا كمان احط ديدلاين للكلام ده. يعني مثلا الكلام ده يخلص مثلا التريننج ده مدته مثلا اسبوع. طيب ببدا بعد كده احط ريسبونسابيلتيز. مين الناس اللي هتكون مسؤول عن الكلام ده مع مثلا الكونتنت كريتور؟ لا هيكون مسؤول معاك عشان نطلع كونتنت بكواليتي كويسه الجرافيك ديزاينر والفيديو اديتور. ماشي. طيب طب ايه الريسورس بقى بتاعت الكلام ده كله؟ الريسورس والله هتكون التريننجز اللي احنا هنقدمه والمصادر اللي انت محتاجها عشان تنتج المحتوى ده. طيب في حاجه عندي بقى كده اسمها السكسس ماتريكس. السكسس ماتريكس يعني ايه؟ يعني انا هقيس نجاح الموضوع ده ازاي؟ والله هنقيس نجاح الموضوع ده مثلا بانه كونتنت، فهقيسه من ردة فعل الناس على السوشيال ميديا. وبس كده. دي تكون ببساطه هي الماركتنج استراتيجي او السوشيال ميديا استراتيجي. وصولك للنقطه دي معناها انك عديت بكل المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها وسجلت النوتس بتاعتك. اتمنى انك تطبق بشكل عملي، ما تاخدش الكلام وتسيبه لانه كده كده هيروح منك.
اتفرج على الفيديوهات اكتر من مره وطبق الكلام ده بشكل عملي عشان فعلا تستفيد.